القصه اللي غادي نحكي لكم اليوم والاحداث كاملين اللي غادي تسمعوا فيها انا متيقن 100% باللي الاكثريه فيكم ما غاديش يستوعبوا هادشي اللي فيها، وغادي تسائلوا مع راسهم واش بصح كاين هادشي في العالم ديالنا وفي ارض الواقع؟ واش هادشي ماشي خيالي ويلي ممكن يكون هادشي زعما بصح؟ داكشي باش بغيت نقول لكم الاخوان حاجه واحده، وبغيت نوصل لكم واحد الرساله اللي مهمه. ديروا في بالكم باللي في هذا العالم اللي كنعيشوا فيه وفي هذه الحياه اللي عايشينها راه فيها بزاف د العلوم والاسرار اللي 99.99% ديال البشر ما عارفينهاش. ماشي غير ما عارفينهاش وصافي، لا، انما ما عارفينش باللي اصلا واش كاينه هاد العلوم في الوجود ولا لا. بطبيعه الحال بحال هاد العلوم والاسرار الناس قلال اللي عارفينها، وهذيك الندره النادره ديال الناس اللي عارفينها كيبقاو محافظين عليها وما كيبغيوهاش تتقال او لا تعرف. يعني من الاخر كيكونوا هما بوحدهم اللي عارفينها، وحتى كيبغيو يموتوا عاد كيدوزوها لولادهم ولا لحفايدهم. وهكا هذوك العلوم والاسرار كتبقى ديما مخفيه على الناس العاديين بحالكم نتوما دابا اللي كتفرجوا فيا. غير هو واحد البلان، نتوما عارفين باللي في القصص اللي كنحكي لكم في القناه كشفت لكم ووريتكم بزاف الاسرار والمعلومات اللي ما كنتوش عارفينها على هذا العالم الاخر. وخا في الحقيقه بعض الناس ما كيبغيونيش نقول هذا الشيء وما كيبغيوش هاد الاسرار نوصلهم ليكم، لكن بطبيعه الحال انا ما كيهمني حتى شي واحد. اللي كيهمني هو انني نوصل لكم هاد الشيء باش تردوا البال وتكونوا على بال. واخا هادشي ماشي ساهل باش نجيبوا لكم حتى لعندكم. والقصه ديالنا ديال اليوم غادي تكون واحده من اخطر القصص اللي فيهم بزاف الاسرار اللي عمركم ما سمعتوا بها من قبل. داكشي باش بغيتكم توجدوا لي راسكم مزيان لهذا الشيء اللي غادي تسمعوا اليوم. غير هو راني كاعي لكم الخوت الصراحه واحد شويه، بزاف الناس تبارك الله كيتفرجوا في الحلقات ديالي، وكنقول لكم دخلوا عندي الانستغرام باش نبقى نبارطاجي معكم اي جديد ونكونوا قراب لبعضياتنا. لكن الله يهديكم بعض الناس ما كيدخلوش، ماشي مشكل. حتى دابا تقدر دير بوز الفيديو، غادي يطلع لك الانستغرام ديالي هنايا ساهل، امين كيتي. غتمشي للانستغرام غادي تكتب امين كيتي باذن الله غادي نطلع لك، دخل تابونا ورجع كمل الحلقه. وشكرا بزاف للخوت اللي كيخليو تعاليق زوينه وميساجات زوينه، والخوت اللي كيديروا لايك وكيتفاعلوا معايا. اش غادي نقول لكم؟ كلمه كنبغيكم قليله في حقكم والله. خاصكم تعرفوا انكم نتوما وهما التاج اللي داير فوق راسي واللي كيبان لي غير انا ومفتخر به. شكرا من القلب الخوت على الحب ديالكم والوفاء ديالكم. الله يحفظكم والله ييسر لكم امركم كاملين. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بسم الله على بركه الله، نبداو القصه ديالنا. سميتي شمس الدين، وحاليا العمر ديالي 46 سنه. الاسم ديالي هو شمس الدين، وحاليا العمر ديالي 46 سنه. القصه ديالي بدات سنين شحال هادي، ونقدروا نقولوا بدات في الماضي اللي كنت فيه مازال باقي شاب ومازال الجهد باقي كاين. زاديت في واحد الحي شعبي بحالي بحال ولاد الشعب، ومن صغري ما كنتش انسان اللي قراي مزيان. داكشي باش الوالد كان دخلني نتعلم الحرفه على يدو، الحرفه اللي ورثها على بواه، وبواه حتى هو ورثها على بواه قبل منه. الوالد ديالي كان خياط، وفاش شافني ما ديرش دماغي في القرايه نهائيا وكنسقط كل عام، داك الساعه ما بقاش بان ليا فيه الامال باش انني زعما انا نخرج محامي ولا ناخذ شي منصب في الدوله. صافي يأس مني، حيت داك الساعه مسكين ولا خايف عليا وخايف على مستقبلي لا توخر ليا في الشارع ومن لاقي من ناكل. داكشي باش هنا قرر باش انه غادي يدخلني معاه في الحرفه، وهكا غادي يكون هاني من جهتي. كيقولوا ناس زمان الحرفه الا ما غنات تستر، والستره كانت كافيه في هذاك الوقت. تبارك الله كان دماغي خفيف وكنت دغيا كنتعلم الحرفه، ويدي كانت مزيانه في الخياطه. مع الايام والسنين بديت كنكبر، وكتاب ان الوالد مسكين يديه الله ويتوفى الله يرحمه في هذا النهار. وهكا حتى في الورث ديالو جاني فيه هذاك المحل ديال الخياطه اللي كان كيخدم فيه. وفي ذاك المحل نيت اللي ورثته من عند الوالد بديت خدام على راسي وكنكسب في طرف ديال الخبز حلال. وفي الوقت اللي وصلت للسن ديال 30 سنه رجعت كنشوف راسي ان الفلوس اللي كندخلهم من هذيك الحرفه ديال الخياطه ما كافينيش، ورجعت كنفكرت انا بحالي بحال الناس في شي طريقه كيفاش انني نقدر نحسن من التجاره ديالي، خصوصا انني كنت كندير غير اللباس التقليدي. وهذا النوع ديال اللباس راكم عارفين كان الاغلبيه كيتمشى غير في المناسبات والاعياد الدينيه. وفي هذاك الوقت نيت بالضبط كان عندي واحد الدري صاحبي اللي كان سميتو عصام. هاد عصام سيادنا كان عايش في واحد المدينه اخرى اللي بعيده، حتى هو كان فاتح واحد المحل ديالو ديال التجاره، كان كيبيع ويشري في الملابس التقليديه بحالي. غير هو تبارك الله كان ربي ميسر ليه الامور ديالو، وكان كل شيء غادي معاه مزيان. وكنا انا وعصام كنتساعدوا بزاف وكنتعاونوا في الامور ديال التجاره. الا شي نهار هو احتاج شي حاجه ما كنبخلش عليه بالمعلومه ونعطيها ليه، وحتى هو نفس الشيء. وفين ما كان كيوقف عليا ولا كنوقف عليه كنتعاونوا بيناتنا. حتى لواحد النهار كنا تجمعنا انا وياه في القهوه، وهنا فين عاودت ليه
على هذاك الركود اللي عندي في التجاره. قلت ليه ودي راه القضيه عندي ناشفه شويه وباغي نحرك الامور. عصام مسكين كان كيسمع ليا مزيان، وهنا فين قال لي شوف اخويا شمس الدين، انت اخويا وعاونتيني بزاف وخيرك سابق، لكن عندي واحد الحاجه كنت بغيت نقولها لك شحال هادي، لكن اخويا خفت لا تقول عليا راني جاهل. ديك اللقطه شفت فيه قلت ليه ياك لاباس اخويا عصام، شنو كاين؟ غير قول لي انا كنسمعك. عصام دار لعندي وبدا كيعاود لي على السر ديال التجاره ديالو. هو عصام قال لي باللي شحال هذه في التجاره ديالو لاقاتو الاقدار، وهذاك الزلط حتى هو اللي كان فيه، حيت حتى هو كانت التجاره عنده ميته وما مشياش مزيان. في هذيك الفتره لاقاتو الوقت بواحد السيد اللي كان سميتو سعد، وهاد سعد واحد السيد اللي باقي صغير مازال في العمر ديالو تقريبا ديك 27 سنه. غير هو هاد سعد كان معروف عليه انه من واحد المنطقه من الجنوب ديال المغرب، ومعروف عليه باللي هو شريف وعنده البركه ويقدر يدير شي حوايج اللي الانسان العادي ما يقدرش يديرهم. عصام قال لي باللي هو شحال هادي كان غارق في واحد الزلط حتى لودنيه وما قادرش يخرج منه، وهذا الشيء بسبب الزبائن اللي كانوا كينفروا منه بواحد الشكل اللي غريب بزاف. كيعاود لي عصام كان كيجيب السلعه والتواب اللي مزيانين، لكن كان كيخيطهم وكيبيعهم بواحد الثمن اللي رخيص وفي المتناول ديال الجميع، لكن واخا هكاك للاسف حتى واحد ما كان كيجي لعنده. وهنا فين عصام سمع بواحد التجار اللي كانوا كيجيبوا واحد الفقيه اللي كيرقي لهم المحلات ديالهم باش يدير لهم زعما البركه. وعصام كان دار اللي في جهده باش يدبر على ديك النمره ديال داك الفقيه اللي سميتو سعد، وبقى حتى جابو عنده المحل. ولقيت اللي سعد جا عند عصام المحل ديالو جبد ليه قدام عينه بزاف ديال الاسحار اللي كانوا عنده في المحل، كانوا حدا عينو جبدهم ليه، جبد ليه حجابات اللي محطوطين في المحل عنده وهو ما كيشوفهمش. وزاد كيعاود لي عصام انه كان ديما كيستف السلع في المحل ديالو، لكن ما عمره ما شاف شي حاجه اللي زعما ماشي هي هذيك. لكن مع ذلك سعد بحال الا كان كيشوف شي حاجه اللي عصام براسو ما كانش كيشوفها. وماشي غير هاد الشي صافي، بل سعد عطاه حتى السميات ديال الناس اللي سحروه واللي لاحوا ليه هادوك الحجابات في المحل ديالو. وبالفعل هادوك الناس كاملين اللي ذكر ليهم كان عصام عنده معاهم واحد العداوه اللي قديمه، لكن واخا هكاك عمره ما تخيل باللي غادي يجي شي نهار اللي غادي يوصل بهم الخبط انهم ياديوه بهذيك الطريقه ويلوحوا ليه السحور في محل ديالو. داكشي اللي كانوا لقاو اسحار وحجابات اللي مقادين بالتصاور ديالو وديال عائلته وحتى بنته الصغيره، تصاورها في وسط دوك الاسحار. يعني واحد الخبط اللي ما تقدروش تخيلوه. اما انايا ملي كان كيعاود لي عصام فهادشي كنت غير كنسمع ليه وحال عيني ما فاهم والو. الدماغ ديالي كامل ديك الساعه كان عامر بالاسئله، ويلي واش هادشي كامل وقع وانا ما عندي ليه الاخبار؟ وزعما واش حتى انا يكون السحر عندي في المحل بحال عصام؟ ياك ما انا تكون مليوحه ليا شي حاجه وما كنشوفهاش. لكن في وسط كاع هذوك الاسئله اللي كانوا كيدوروا في راسي وفي وسط الهضره والقصه اللي كان كيعاود ليها عصام، هنا عصام دار يدو في جيبو وجبد لي البسطام ديالو وراه ليا. انا قال لي هاك شد البسطام، انا ديك اللحظه شديته قلت ليه البسطام ديالك هذا مالو شنو كاين؟ قال لي يا عصام شدو وحلو. ديك اللقطه انا شديت البسطام حليته قلت ليه فيه الفلوس. قال لي ري البسطام، هو يحيد الفلوس كاملين وعاود ردوا ليا. حليت البسطام قلت ليه خاوي. قال لي واش متيقن كتشوف مزيان؟ قلت ليه هو البسطام خاوي هاو. قال لي وهر نوريك دابا. تخيلوا معايا هنا عصام دار واحد الضحكه خفيفه ودار صباعه في البسطام، وهنا فين غادي يجبد منه واحد الحجاب. تخيلوا معنا بقيت غير حال فمي. اواه اش هادشي؟ انا بيدي قلبت البسطام وما كان فيه والو. عصام قال لي شوف ما تخلع ما والو، ما تخلع ما والو، انا غادي نقول لك شنو كاين. راني ما بغيتكش تبقى تفكر بزاف حيت غادي يضرك راسك وما غادي تفهم حتى شي لعبه. قال لي شوف هاد الحجاب هذا اللي شفتي دابا راه عطاه لي سعد اللي دويت لك عليه. النهار اللي درته الحمد لله الفلوس كانت ديما داخله الجيب، وها انت دابا كتشوف بعينك. وحتى من المحل ديالي ما كيخواش عندي نهائيا من الكليان. انا الصراحه بقيت غير كنشوف داك الشيء وانا نسولو. قلت لي زعما وهذا الشيء اخويا ماشي حرام؟ انا عصام حسيت بيه بحال تقرص شويه لكن ما بغاش يبين لي. قال لي والله يهديك شمس الدين، واش انت عارفني انني غندير انا شي حاجه حرام؟ الله يهديك او دير راه الزلطه والجوع هي اللي حرام ماشي الفلوس. ديك اللحظه بقيت كنشوف في عصام وقلت ليه وشنو بان لك اخويا؟ واش زعما ما تعطينيش النمره ديال هاد سعد هذا يجي تاني يشوف لي هاد المحل ديالي، ياك ما زعما تكون فيه تاني شي حاجه وما كنشوفهاش؟ عصام قال لي مرحبا الله يا ودي، راه كيف ما قلت لك من شحال هادي وانا باغي نقترح عليك هاد الفكره، غير ما لقيتش الفرصه وصافي. المهم دازت الايام والايام. عصام داك الساعه كان ريقل الشغل ودوا مع سعد باش يجي عندي المحل ديالي ويشوف لي حتى انايا شنو عندي وشنو كاين. وديك الايام اللي كنت انا كنسين فيهم سعد بحال الا كنت جالس على الجمر، ما قعدتش نصبر. بقيت هكاك حتى وصل النهار المعلوم وسعد
جا عندي المحل. في الاول كنت كنتخيل باللي سعد غادي يكون واحد السيد كبير في السن ولابس شي جلابه وديك الصوره اللي كتجي لاي واحد فاش كيتخيل شي فقيه ولا شي راقي ولا راكم عارفين. لكن سعد كان مختلف تماما. سعد كان واحد الشاب اللي كان مازال صغير في السن، كيف قلت لكم عنده شي 27 سنه. غير هو ما كانش بحال الشباب الاخرين، كانت عنده واحد الهيبه اللي غريبه. سعد سلم عليا وكان متبسم بصراحه. واخا كان كيبان واحد الانسان اللي عادي، لكن كنت حاس باللي شي حاجه فيه ماشي هي هذيك، لكن ما كنتش عارف شنو هي. المهم ما علينا، سعد غادي يدخل عندي المحل وحتى انايا ضايفته. طلب مني باش نسد المحل ونهبط الريدو. درت داكشي اللي قال لي، هبط الريدو. وسعد شد واحد الصاك ديال الجلد اللي كان دايرو في جنبه غادي يحلو، وجبد منه واحد المجمر اللي صغيور، يعني مجمر ماشي كبير، وجبد معاه حتى واحد البخور. لكن الصراحه اللي تار انتباه ديالي بزاف هو انه جبد واحد الخاتم اللي كان كحل وكبير. شد هذاك الخاتم دارو في صبعه وبدا كيقول في شي هضره بالجهد. ما عرفتش اين لغه كان كيهضر بها، لكن صراحه بحال هذيك الهضره كانت اول مره نسمعها. والوقت اللي بدا كينطق بها بديك الهضره حسيت بحال الا الحانوت كامل بدا كيتبدل عليا. انا عارف بلي هو مازال الحانوت ديالي، ولكن كنت عارف في نفس الوقت باللي شي حاجه اخرى من غيري انا وعصام وسعد حتى هي دخلات في هذاك المحل ديالي. والوقت اللي هو بدا كيقرا في هذيك العزيمه تاكدت باللي فعلا شي حاجه تزادت معانا، خصوصا ان سعد بقى كيشوف وكيدور عينيه في المحل كامل بحال الا كيراقب شي حاجه كتحرك في المحل. كان كيقول في هذيك العزيمه وانا كنحس بداك الجو في المحل كيتزير وكيتقال. وهنا فين سمعته كيقول احضروا بارك الله فيكم احضروا. بقى كيعاود في هذه الكلمات بواحد الصوت اللي غليظ. حتى لواحد اللقطه حسيت انا بواحد التبوليشه مجهده في لحمي. وهنا فين كنشوف في سعد كيشوف في الباب ديال المحل وقال بدا كيقول لبيتم النداء بارك الله فيكم، لبيتم النداء بارك الله فيكم وعليكم. وهنا فين سعد غادي يشد داك البخور اللي جابو معاه في داك الصاك. كان واحد البخور اللي صغيور ما كيبانش مزيان، كان داير بحال شي حبه ديال القمح صغيور. غادي يشد حبه واحده من هذاك البخور، كان شادها بين صباعه بواحد العنايه كبيره بحال خايف عليها، وغير بشويه غادي حطها من فوق هذيك الجمره اللي في هذاك المجمر الصغير. حط هذيك الحبه غير بشويه وخايف عليها. والصراحه كان واحد المنظر غريب، حيت ملي حط هذيك الحبه الصغيره بدات كتطلق في واحد الريحه مجهده بزاف، وكانت كتطلق واحد الدخان لاول مره نشوف بحاله. تخيلوا معايا داك الدخان كان مجموع وطويل، كان بحال الحبل، وكان خارج من المجمر وواصل حتى للسقف. على فكره الخوت، بما اننا ذكرنا البخور خاصكم تعرفوا باللي كل بخور ولاش كيليق والهدف ديالو. كاين بخور اللي كيستعملوه السحرة والمشعوذين باش يجذبوا الجن والشياطين في الاعمال ديالهم الخبيثه، وهذا كيتعتبر بخور اللي نجس. وللاسف بزاف الناس غالطين وما عارفينش هاد الامور. كتلقاه كيمشي يشري شي بخور على باله انه غادي يطلق في الدار واحد الريحه زوينه، لكن هذاك البخور كيكون خايب وكيجلب الطاقه السلبيه اي الشياطين. لكن هو بطبيعه الحال كيكون ما عارفش داكشي. باش هذا العلم ديال البخور واحد العلم اللي كبير بزاف والناس قلال اللي عارفينه. داكشي باش غادي نعاود نذكركم باللي انا الخوت جبت لكم واحد البخور اللي ضد هذا البخور اللي ذكرت لكم في الاول. بمعنى اخر ان هذا البخور اللي جبت لكم الهدف ديالو الرئيسي هو كينقي الدار ديالك ولا المحل ديالك ولا حتى السياره ديالك ولا اي ديك البلاصه اللي بغيتيها تنقى، كينقيها من الطاقه السلبيه. والطاقه السلبيه راكم عرفتوني علاش كندوي، حيت هاد البخور مجموعين فيه مكونات اللي واعره بزاف وبعنايه اللي كبيره. اما الريحه ديالو فراها طيبه بزاف ورائعه. ماشي الخوت غير البخور بوحدو اللي كنقدم لكم، انما راني لونسيت واحد البراند ديالي نيليا بور اللي فيها بزاف د المنتوجات اللي مفيده بزاف، والناس اللي متبعيني راهم عارفينها. والحمد لله هاد المنتوجات عجبوا المئات والمئات ديال الناس اللي تاقوا فينا وخداوها وخلاو لينا ميساجات زوينين بزاف في الصفحه ديالنا ديال نيليا بور في انستغرام. غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع لتحت في صندوق الوصف، اولا غادي تمشي لجوجل وغادي تكتب neliapur.com بحال هكا كيف كتشوفوا قدامكم دابا. غادي يخرج لك الموقع ودخل مع راساتك شوف داكشي اللي بغيتي. المهم دابا غادي نكملوا القصه ديالنا. سعد ملي هز داك المجمر اللي مشعول فيه البخور بدا كيقول اروني مكان السحر بارك الله فيكم. تخيلوا معايا هنا في كيبان لي داك الدخان اللي كان في الاول غادي طالع جهه السقف كان غادي نيشان. تخيلوا معايا دابا
بدا كيعواج ورجع شاد واحد اتجاه واحد وغادي لواحد اتجاه. سعد هنايا بدا كيتحرك في هذاك الاتجاه اللي غادي فيه الدخان وغادي بهذاك البخور، كان غادي في نفس هذاك الاتجاه اللي غادي فيه الدخان. والوقيته اللي غادي يوصل حدا البيرو ديالي فين كنفصل الحوايج تماك فين هذاك الدخان اللي كان عاوتاني تم غادي طالع نيشان. يعني هادشي كيرمز ان داكشي اللي عندي كاين تماك، يعني في البيرو حدا البيرو. وكيف ذكرت لكم باللي هذاك الدخان عاوتاني رجع كيف ما كان في الاول بحال شي حبل طويل واصل حتى للسقف. اما البيرو اللي كان تماك هو اللي كنت كنفصل فيه اللبسات، وكان حداه بزاف ديال الطروفه ديال التواب مقطعين. كل مره كنت كنقول غادي نجمع داكشي دوك الديشي ديال التواب، لكن كنت كنحس باللي شي حاجه كتعجزني ومده طويله وداك البيرو بقى بحال هكاك حتى تجمعوا دوك الطروفه ودوك التواب كاملين من تحته. ديك اللقطه سعد شاف فيا قال لي راه عندك شي حاجه بين هاد التواب، ما تسنانيش حتى نجاوبو. ومشى نيشان شد واحد الشطابه وبدا كيجبد في هذوك التواب كاملين، دوك الطروفه اللي تحت البيرو، دوك الطروفه الصغار اللي كاين تحت البيرو جبدهم كاملين بالشطابه. هنا الخوت فين غادي تكون الصدمه ديالي الكبيره. تخيلوا معايا باللي سعد بدا كيجبد في السحور اللي سنين هو عندي في المحل وانا ما حاسش بيه وما رادش ليه البال. كانت اول مره نشوف شي حاجه بحال هكاك. تخيلوا معايا كانوا بزاف ديال القصب ملوين على الشكل ديال الصليب، كان كل صليب مقاد بواحد اللون اللي مختلف، وعاد زيد كان معاهم واحد الحجاب اللي كبير وغليظ. سعد ديك اللقطه قال لي ها هو السحور ديالك. انا كنت غير مصدوم من هادشي اللي حدايا، واخا كنت باغي سعد يجي يشوف المحل لكن ما كنتش نهائيا مستعد انه غادي يجبد لي هادشي، يعني ما كنت كنتخيل انه غادي يجبد لي هادشي من المحل عندي. المهم ديك اللقطه سعد جمع داك السحر كامل وحطه فوق الطبله ومشى لهاديك الشنطه ديالو، داك الصاك اللي قلت لكم في الاول، جبد منه واحد القرعه. غير هو كانت ديك القرعه عامره بواحد الماء اللي غريب، كان قريب للصفوريه والحموريه، وصراحه ما عرفتش مناش مقاد هذاك الماء. سعد بدا كيعمر فمه بهذاك الماء وكيرش على داك السحر بحال كيدفل عليه عزكم الله، يعني كيرشو كيعمر فمه وكيبدا يرش على داك السحر وكيقول في نفس الوقت احرقتكم بسلطتي كبيركم عليكم. بقى كيدير هكا وكيعاود كيعمر فمه بالماء وكيرش داكشي وكيعاود يقول الجمله احرقتكم بسلطه كبيركم عليكم. بقى هكاك حتى بداو كيبانوا لي دوك اللوان اللي كانوا في دوك التواب باش مقادين دوك الاسحار كيبهاتوا بحال الا كان كيرشهم بجافيل. وهذا الشيء باش عرفت باللي هذاك ماشي واحد الماء اللي عادي. من موراها جبد هذاك الحجاب اللي لقاه وبدا كيحل فيه قدامي، ومع الحله كانت كتعطي منه واحد الريحه اللي خايبه ومجهده. كان باين داك الحجاب عامر جداول وكتابات اللي الصراحه ما فهمت فيها والو، ومن غير السميه ديالي والسميه ديال الام ديالي ما فهمت حتى شي حاجه في داك الشيء، حيت السميه ديالي والسميه ديال الام ديالي كانوا مذكورين في الحجاب. اما انا بقيت غير كنشوف في سعد ومخلوع من داك الشيء اللي كيدير قدامي. قلت ليه السي سعد شنو هادشي اخويا، شنو هادشي؟ سعد ما جاوبنيش حيت كان مشغول، خوا ديك القرعه ديال الماء على دوك الحجاب وبدا كيمحي في دوك الكتابات حتى هز راسو وقال لي هذا راه واحد السحر اللي سفلي، وهذا السحر كان غادي يخوي ليك المحل وغادي يخوي ليك حتى صحتك، غير ربي اللي نشاك وشاف فيك وصافي. وهادشي اللي كتشوف فيه دابا قدامك هو الدليل ديال الخبث اللي كاين في بنادم، الخبث اللي يخلي بنادم ما كتعرفو ما يعرفك ياديك وياديك واحد الاديه اللي خبيثه. ديك اللحظه شفت سعد قلت ليه وشكون هذا اللي قادو، شكون هذا زعما اللي غادي يكون قادو داروا لي هنا في المحل؟ سعد قال لي احنا دابا غادي نعرفوا شكون هذا اللي اداك هاد الاديه بحال هكا. تماك فين غادي يجبدوا واحد الصندوقه ديال الخشب اللي كانت صغيره قد الكف ديال اليد، غادي يحل هذيك الصندوقه كانت غريبه اول مره نشوف بحالها. كان في الداخل ديالها واحد المرايه وفي الوسط كانت واحد الدواره مرسومه بحال البوصله. سعد شد داك الصندوق وبدا كيشوف في المرايه اللي في الوسط منه وبدا كيقرا في شي عزيمه، ومن موراها غادي يحط صبعه في الوسط ديال هذيك الدائره اللي مرسومه في وسط الصندوق وبدا كيقول اروني من سحر شمس الدين ابن فلانه، وبدا كيقول السميه ديال الام ديالي. تماك فين سعد بقى كيشوف في المرايه اللي كاينه في الصندوق وقال لي اللي سحراتك هي واحد المراه اللي تسلطات عليك غير باش تخوي ليك المحل، وها هي شكون وشكون. وفعلا ديك المراه كانت من العائله، والصراحه كنت ديما كنحس بها باللي فيها الغدر، لكن عمري ما ظنيت باللي الحقد يقدر يوصلها حتى لهاد الدرجه. ديك اللحظه شفت في سعد وقلت لي واش متاكد السي سعد من هادشي اللي كتقول؟ مع سولت سعد دار شاف فيه واحد الشوفه اللي في شي شكل وسد الصندوق. قال لي شفتي هاد الصندوق السي شمس الدين، هو راه واحد السر اللي ما عارفينوش بزاف الناس، وعارفينه غير واحد الناس اللي قلال في هاد العالم، وانا واحد منهم. اما هاد البخور اللي طلقت حداك اليوم فراه واحد البخور اللي نضمن ليك انك محال غادي تعاود تشوفه ولا تشمه مره اخرى، حيت هذا واحد النوع ديال البخور اللي كيطلقى غير في الدفائن والكنوز الملكيه، وغير الجرام منه كيسوى الملايين، وهذا هو اللي كيتسمى عند اصحاب الكنوز
باللبان الخارق، واللي غير الى شي جن شم الريحه ديالو يقدر يدير ليك اي حاجه بغيتيها. ما نكذبش عليكم، انا في ديك اللحظه حسيت بسعد بحال الا تقرص شويه من السؤال ديالي. انا شفت فيه وقلت ليه غير اسمح لي يا السي سعد، راه ما قصدتش نقلقك، راه غير سولتك وصافي. سعد شاف فيه قال لي السحر ديالك راه حنا فكيناه قدام عينيك، داكشي اللي جيت عليه راني قضيته لك. ديك اللحظه انا شفت في عصام، وعصام حتى هو فهمني. عصام شاف سعد وقال ليه السي الفقيه راه شمس الدين واحد الانسان طيب، وراه تابعو بزاف د المصاريف وعنده الكريديات، وراه هاد السحر اللي لقيتي اليوم راه خواليه الجيب وخواليه المحل وتقل ليه حتى الصنعه ديالو. عافاك لما عاونو بشي حاجه اللي تسهل عليه الرزق وتعاونو، الله يجازيك بالخير. سعد هنا دار عندي وبقى كيشوف فيه ويقول لي اللي كاين راه عصام عارفه، وانا ما عنديش مع الكذوب ولا النصب، ولكن خاصك تعرف ان كل حاجه بثمنها. ديك اللقطه شفت في سعد وقلت ليه السي الفقيه غير عاوني، واللي حليتي عليها فمك راه ديالك. سعد بقى كيشوف فيه ويقول لي واخا ما قلتي حتى شي عيب، نتوكلوا على الله. سعد عاوتاني غادي يمشي لهذيك الشنطه ديالو وداك الصاك ديالو اللي جاب معاه، واللي من الوقيته اللي دخل عندي هو كيجبد منها غير العجب. المهم مشى لشكارته وطلب من عصام باش يجيب ليه واحد البانيو ديال الماء. بالفعل داكشي اللي كان سعد غادي يشد داك البانيو وحط فيه واحد القرعه ديال الزاج اللي كانت صغيره بزاف، كتشبه دوك القراعي الصغار اللي كيتباعوا فيهم الكحل، غير هي كانت في شي شكل وكانت فيها واحد الماده اللي كتبان ماشي عاديه، خصوصا ان هذاك الماده وهذاك السائل اللي كان فيها كان احمر بزاف. والوقيته اللي شفته حسيت باللحم ديالي تبورش. سعد وراني هذيك القرعه وقال لي هذا اللي كتشوف فيها السي شمس الدين راه هذا هو الزئبق الاحمر الروحاني، وهذا هو به باش غادي نقاد ليك كاع الامور ديالك. لكن قبل ما نعطيك شي حاجه اللي تجيب ليك الرزق والبركه، خاصني بعدا نتاكد باللي راك نقي وما عندكش شي سحر اولا شي مس في الجسم ديالك، باش هكا داكشي اللي غادي نعطيك وداكشي اللي غادي ندير ليك غادي يخدم معاك 100%. ديك اللحظه سعد غادي يحط هذيك القرعه ديال الزئبق الاحمر في الوسط البانيو ديال الماء، قال لي هبط راسك في هذاك البانيو وبقى مركز كتشوف في هذيك القرعه وما تحيدش عينيك منها نهائيا. وهنا فين غادي يغطي لي راسي بواحد الثوب اللي كحل، اما انا كنت خاشي راسي في وسط البانيو ومغطي عليا بداك الثوب الكحل. سعد غادي يحط يده من فوق راسي وبدا يعزم عليا، ومع اول كلمه قالها سعد تخيلوا معايا داك الزئبق الاحمر اللي كان وسط ديك القرعه اللي وسط البانيو ملي كنت كنشوف فيه بدا كيشعل فيه واحد الضوء، وداك الضوء رجع مضوي بزاف في البانيو كامل. رجعت كنشوف غير اللون الاحمر، ومن فوق هادشي كامل الماء اللي كان وسط البانيو بدا كيسخن حتى رجع البخار كيطلع من داك الماء وكيضرب لي على وجهي. في الاول ملي كنت في هذاك المنظر داخل في هذاك البانيو كنشوف داك الشيء كنت معجب من هادشي اللي كيوقع حدايا، وكنت سائل كيفاش ان الزئبق الاحمر رجع كيضوي وكيفاش رجع هاد الماء ولا سخون. بقيت هكاك واحد الثواني، لكن حتى لواحد اللحظه وليت كنحس باللي رجع فيه واحد النعاس كبير، ما يمكنش حسيت بواحد النعاس رهيب. عينيا بداو كيتسدوا غير بوحدهم، حتى فجأة لقيت راسي بديت كنحلم، وديك الحلمه كانت واحده من اغرب الاحلام اللي شفتها في حياتي. وسط هذيك الحلمه حلمت براسي باللي راني في واحد البلاصه اللي كلها خضره، لكن من ورايا كان واحد الجرف اللي لتحت ديالو كان البحر وعامر بالحجر والصخر. قدامي كان منظر اللي زوين فيه الخضوره والشجر، لكن من ورايا كان الرعب وكان الحجر والصخر، وداك البحر كان هيج بزاف. كنت انا واقف في الحافه ديال هذاك الجرف، وغير الا زقلات رجلي غادي نطيح غادي نتفرتت. والمشكل في هذا الشيء كامل اللي بغى يسطيني وديك الحلمه كنت كنحس بها واقعيه بزاف. كنت واقف كنشوف في هذه البلاصه اللي انا فيها وما عارفش كيفاش حتى درت توصلت لهنا. تماك فين غادي يبدا يبان لي واحد المخلوق اللي كان طويل وكان لابس غير الابيض، كان خارج من جهه الشجر قدامي وجاي لعندي جاي لجهتي. قلت لكم مخلوق حيت واخا الشكل ديالو كان زوين وكانت عنده واحد اللحيه ووجهه ابيض، لكن كان شي حاجه في الداخل ديالي كتقول لي باللي هذا ماشي انس انما هو جن. داك الجن بقى جاي جهتي حتى قرب مني، وهنا فين عطاني واحد الريشه وكانت زوينه. من وراها وراني واحد الورقه ديال الجلد وقال لي كتب سميتك هنا. انا بلا ما نحس وبلا ما ندير حتى شي رده فعل شديت هذيك الريشه اللي عطاني وشديت هذيك الورقه وكتبت سميتي في ديك الورقه كيف ما قال لي. هنا فين داك الجن غادي يشد هذيك الريشه من يدي
وديك الورقه وبدا كيبتسم. حسيت بحال الا وجهه كيتبدل ورجع كيدير واحد الضحكه خبيثه شيطانيه، وبلا ما نحس دفعني ورماني من هذاك الجرف. الوقت اللي تلاحيت من الجرف كنت مخلوع وبقيت كنغوت حتى لواحد اللحظه غادي تضربني الفيقه وانا مازال داير راسي وسط هذاك البانيو ومغطي بهذاك الثوب الكحل بديك الخلعه اللي كنت كنشوفه بديك الحلمه. كان كيصحاب لي باللي غادي نموت في داك القاعه ديال داك الجرف. لحت عليهم هذاك الزيف ونط هزيت راسي من داك البانيو وبديت كنغوت. عصام صاحبي ناض بالزربه بدا كيهدن فيا، اما سعد كان راد بالو غير مع ديك القرعه ديال الزئبق الاحمر اللي تمشي تهرس ليه في البلاصه بالزربه. ناض شد هذاك البانيو وخوى داك الماء في الارض وهز ديك القريحه الصغيره ديال الزئبق الاحمر وضربها في الصاك خشاها خباها. ديك الساعات جا عندي من وراها وكان كيضحك. اول كلمه قالها لي هي ما عندك مناش تخاف شمس الدين، من اليوم غادي تولي من تحت يدي. ديك اللقطه انا كنت مصدوم، ما فهمش شنو داكشي اللي شفت في الحلمه اللي كانت بحالها واقعيه بزاف. ودابا زيد عليها الهضره ديال سعد، هادشي اللي كيقول لي سعد خلاني تكالميت وهديت. وهنا عاد بداو كيشرحوا لي هو وعصام شنو اللي وقع في الوقيته اللي غطاوني بهذاك الثوب الكحل وفاش درت راسي في البانيو. هنا فين بداو كيعاودوا لي شنو وقع. عصام كيعاود لي باللي سعد كان داير يدو من فوق راسي وكان كيقرا. تماك فين سعد بدا كيقول تكلموا يا خدام العهود. وهنا فين انا بديت كنهضر بواحد الصوت اللي غريب وغليظ. كنت خاشي راسي في البانيو بديت كندوي معاهم داك الصوت غريب وغليظ. كنظن ان في الوقيته اللي كنت كنحلم فيها هي فاش بديت كندوي معاهم داك الصوت. وكان باين باللي هذاك الصوت ماشي ديالي، باين باللي ديال الجن اللي ساكنني. كان واحد الصوت اللي مختلف تماما على الصوت ديالي مليار في المية. داك الصوت دوا وقال سعد شنو بغيتي عندنا سنين وحنا مخفيين عليهم، شنو بغيتي؟ سعد هنا دوا وقال لهم شكون نتوما وشنو السبب اللي مخليكم مخبين في الجسد ديال هذا السيد. هنا داك الجن دوا وقال لهم احنا سلاله خفيه من الجن وحنا كنا خادمين ديال الجدود ديال هذا السيد. الوقت اللي كانوا جدود وصحراء قويين وصحراء اللي كيترعدوا منهم الناس وكيخافوا منهم غير الا سمعوا سمياتهم. سعد الوقيته اللي سمع الهضره ديال الجني تقرص وشدوا الفضول، بغى يفهم هذا الجن شنو كيقصد. هو يقول ليه شكون نتوما؟ اقسمت عليكم بكبير الجن عندكم، شكون نتوما؟ وهنا فين دوك الجن اللي كانوا فيه قالوا هذا السيد هذا هو واحد من السلاله ديال السناتي اللي عندهم وحده من اقوى طرق الكشف الموجوده واللي هي خط الزناتي. ومن فوق هذا الشيء حتى هو بحالك، حتى هو عنده الاذن باش يخدم بالدمياطي اللي مخبع عندك في هذيك الصندوقه. الوقيته اللي سعد سمع داك الجن نطق بالسميه ديال الدمياطي كان بحال الا ضربتيه بشي طرشه بالزربه. بدا كيقول لهم انصرفوا انصرفوا بحق كبيركم عليكم انصرفوا. وهنا فين داك الجن نطق وقال احنا غادي نمشيو، لكن من مورا ما فيقتينا وبينتي على الوجود ديالنا القديم والحقيقه ديالنا بانت، حنا راه جددنا العهد معاه وحكمنا عليك باش غادي نربطوا شمس الدين بيك انت باش يقرا على يدك ويخدم على يدك ويورث الكتب ديال الدمياطي معاك. وكانت هذيك هي اخر حاجه قالها هذاك الجني. من مورا هذا الشيء تماك فين انايا فقت مخلوع، وهذا الشيء اللي كان وقع بالضبط في الوقيته اللي كنت انايا في هذيك الحلمه. عصام وسعد كانوا كيعاودوا لي هذا الشيء اللي وقع، اما انا كنت غير كنسمع وما قديت نفهم والو. انا شفت في سعد وقلت ليه انا راه ما فهمت والو من هذا الشيء، انا باغي غير شي حاجه ديال القبول ونقاد اموري ونبدا نخدم على خاطري. واش داني لهذا الشيء كامل اللي قلتي؟ سعد تماك فين بدا كيضحك عليه قال لي خاصك تعرف شمس الدين باللي انا وانت هما من واحد الناس اللي قلالين اللي بقاو في هاد الدنيا واللي عندهم الاذن باش انهم يقراو الدمياطي، الكتاب اللي تخفى عليه الاثار من الوجود، الكتاب اللي بقى منه فقط غير السميه، الكتاب اللي تخفى من الوجود في واحد الظروف اللي غامضه. وراه خاصك تعرف انه الحراس ديال هذا الكتاب ماشي من الجن العاديين، بل هما من الجن اللي قويين بزاف واللي تقريبا كيتقارنوا وكيكونوا قرابين من المرض ديال الجن في القوه. من غير هذا الشيء كامل السي انت واحد الانسان اللي من السلاله ديال الزناتي، وحدين من الناس اللي عندهم اسرار كثيره وكبيره واللي حتى شي واحد ما كيمتلكها من غيرهم. زيد عليها انت عندك الخدام ديال الجن اللي خدموا ديك السلاله وعطينك السر ديال اقوى كشف عرفوا المغرب واللي هو خط سناتي. اما دابا بغيتي ولا كرهتي فراه الخدام ديالك ربطوك بيا ورجعتي من تحت يدي وغادي خاصك تتعلم من تحت يدي. ديك اللحظه شفت في سعد وكنت ديك الساعه مخلوع. قلت لي انا ما باغي والو اخويا، ما باغي لا دمياطي لا خط زناتي، انا باغي غير القبول والفلوس، هادشي اللي باغي. اش داني لشي خط زناتي ولا شي حاجه اخرى؟ سعد كان كيسمع هضرتي وكيتفرقع عليا بالضحك قال لي غير ارتاح،
غير ارتاح سي الشمس، انا راني ما بززت عليك والو، انت براسك اللي غادي تجي تال عندي. اما القبول ها هو غادي نقادو حداه. تماك في البلاصه سعد غادي يجبد واحد القرعه ديال المداد من الشكاره ديالو العجيبه، وشد واحد الريشه وبدا كيكتب في الوسط ديال هذيك الورقه ديال الجلد، بقى كيكتب فيها شي جداول وشي حوايج اللي ما مفهومينش. شدها وبقى كيلويها بواحد السكوتش وعطاها ليا، قال لي بغيتي غير القبول سيدي، هاك بصحتك، ها هو الكليان من غدا غادي يبدا يتصب عليك في المحل بحال الشتا، وغادي تبغي تجري عليه وغادي يعاود يرجع لعندك. وهاك هذه مرتي الشخصيه مازال غادي تحتاجها. اللحظه اللي شفت فيها انا داك القبول قلت مع بالي الحمد لله اللي بغيتها هو وصلت ليه، اما داك الجن والحلم وداك التخربيق ما عندي ما ندير به. شديت هذاك الحجاب وشكرت سعد وخلصت. وبطبيعه الحال الخلاص ديالو ما كانش رخيص. سعد غادي يشد هذوك الفلوس، حليت ليه الباب، يلاه بغى يمشي بحاله، لكن دار عندي هو يقول لي انا قلت لك باللي مازال غادي تجي عندي، لكن بغيتك ترد البال بحيث ماشي ديما الامور كتمشي بكل سهوله كيف ما كنتخيلوا. وهذا الشيء اللي جاي راه ماشي بخاطرك وماشي بخاطري حتى انا، لكن هذا الشيء كان مكتاب يوقع لينا من شحال هادي، ودابا جا وقته. وهاد الملاقيه ديالنا ما كانتش صدفه، انما هما اللي لاقاونا. ما نكذبش عليكم في الاول ما فهمتش شنو كان كيقصد بهاد الهضره ديالو اللي بقات ساكنه لي في راسي، لكن مع الوقت كان كافي ديك الساعه باش نفهم كل شيء. المهم سعد ديمار الطوموبيل ديالو ومشى. عصام شاف فيه وقال لي شوف اخويا شمس الدين، ياك السحر تبطل عليك والحمد لله حتى من القبول ها انت خديتي، دابا بدا خدمتك وديها في خدمتك، واهم حاجه نسى عليك اخويا سعد، وهاد الهضره كامله اللي قال لك نساها عليك. انت راك بحال خويا وخاصك تعرف باللي سعد راه واحد السحار اللي قوي بزاف. السحاره المجاهدين كيحاولوا يتفاداوه وما يقربوش منه. والصراحه داكشي اللي وقع وديك الهضره اللي قال لك قبل ما يمشي راه ماشي طبيعيه، ومن الاحسن بعد عليه وما تعاودش تهضر معاه وخا يوقع اللي وقع. شفت في عصام وقلت ليه غير ارتاح اخويا غير ارتاح، اصلا مستحيل نعاود نهضر معاه وخا وقع اللي وقع. شديت هذيك النمره ديال سعد اللي كان عطاني في ديك الوريقه ديالو فين كاتب لي النمره، شديتها وحدا عصام حداه حرقتها وقلت ليه ها انت غير ارتاح اخويا، راني مستحيل نعاود نصوني ليه وخا يوقع اللي وقع. حرقت هذيك الورقه قدام عصام. المهم عصام مشى بحاله ورجع لمدينته، وانا كملت حياتي وخدمتي عادي، وحاولت انني نتصرف بحالي لما كاين والو. وهنا الايام كانت كافيه باش توريني التغيير الكبير اللي حياتي تحولت ليه. تخيلوا معايا الكليان رجع كيتصب عليا من كل بلاصه، وبقوه الطلب اللي رجع عندي رجعت اضطريت انني نخدم معايا الناس. المحل ديالي زيان بزاف تبارك الله، والسمعه ديال الخدمه ديالي بدات كتسمع في السوق، ورجع بنادم من كل جهه كيجي لعندي وكيتصبوا عليا من كل مكان. بداو كيدوزوا الشهور والشهور، وتقريبا دازت عام ونص على اخر مره جا عندي فيها سعد للمحل. بزاف ديال الحوايج تبدلوا، التجاره رجعت مزيانه، والمدخول ديالي ولا مزيان، تزوجت الحمد لله، ومرتي دابا حامله، واي حاجه يحلم بها شي واحد في السن ديالي بديت كنعيشها. والصراحه عمري كنت كنتخيل باللي غير بسبب هذاك الحجاب الامور غادي تبدل بحال هكا بهذه السهوله. وفي مده قصيره التجاره اللي كانت كتعاني من الافلاس رجعت واحده من اقوى التجارات اللي كاينين في السوق الحمد لله. لكن داك الهدوء والنجاح اللي كنت عايشه بين ليله ونهار كان عنده ثمن اللي كان بدا كيقرب الوقت ديالو، او بالاحرى بدا كيقرب في الوقت ديال الخلاص ديالو. واحد الليله كنت في المحل وديك الساعه كان ود العشاء، اعتذرت من الكليان وطلبت منهم باش يرجعوا عندي حتى الغد ليه. مشيت للبيرو ديالي وبديت كنحسب داك المدخول ديال داك النهار. كنت جالس في البيرو حتى كيبان لي واحد المراه وراجلها داخلين لعندي، كانوا بجوج بهم كيبان عليهم الوقار، وكان باين غير من اللباس ديالهم والستيل ديالهم باللي ناس راقيين ومهمين. داكشي باش انا استقبلتهم في المحل واخا كنت ناوي نسد. كانت بجوجهم عندهم واحد الهيبه اللي كتخلي الواحد يتعامل معاهم بواحد الاحترام اللي كبير بلا ما يحس. غير هو بيني وبينكم ما عرفتش علاش، ومن الداخل ديالي حسيت بحال الا كنعرفهم، خصوصا هذاك الراجل اللي كان وجهه ما خافيش عليا. غير هو ما عرفتش فين شايفو ديك اللقطه ديال ما عرفتش فين شايفو. المهم رحبت بهم وجلستهم في الكرسي حدا البيرو ديالي في المحل. بديت كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، زيدوا تفضلوا. جلسوا وبقاو مقابلين معايا وما قالوا حتى كلمه. ديك المراه كانت لابسه واحد الخمار اللي كان زوين، كيبان واحد الخمار اللي غالي، وكانت مغطيه وجهها كيبانوا غير عينيها اللي كانوا خضرين. بقات كتشوف فيه وكتطلع وكتهبط، وهي الدور عند راجلها قالت ليه تبارك الله تبارك الله. كما كان داك السحار ديال سعد ما كناش نفيقوا باللي راه مازال السلاله ديال الزناتي تعطي شي واحد بحال هذا. الوقيته اللي سمعت السحار والزناتي تصدمت، تخلطوا عليا الافكار والمشاعر، ما عرفتش شنو وقع ليا. بلا ما نحس درت واحد الضحكه خفيفه قلت لها اين سحار اختي
انا زناتي كتهضر عليه ياك ما خاطئين في المحل. ديك المره دارت واحد الضحكه خفيفه وشات فيا قالت لي لا غير ارتاح، حنا ما كنخطئوش، حنا راه كنعرفوك مزيان شمس الدين ولد الزناتيين. انا ملي سمعت هضرات بهذيك الطريقه اللحم ديالي تبورش عليا وما قديت نقول والو، حسيت بالجسم ديالي كامل كيقول لي نوض هرب علق، لكن ما عرفتش علاش. وسط من هذيك الصدمه رجعت صفر بالخلعه، وهنا فين داك الراجل شاف فيا وتكلم قال لي شفتك ما عقلتيش عليا ولا نسيتي العهد اللي سنيتك عليه في الجرف قبل من لوحك ولد الزناتيين. تماك فين عقلت على هذاك الراجل، او بالاحرى داك الجن اللي شفتو في الحلمه. الوقيته اللي عقلت عليه نط بغيت نهرب، لكن رجلي خواو عليا بالخوف وطحت للارض، بقيت غير كنشوف فيهم مخلوع، شداتني البكيه. داك الراجل ناض غير بشويه وكيت مختار قال لي ما عندك فين تمشي يا شمس الدين، حنا اللي غادي نمشيو، وهاد المجيه ديالنا كانت غير تحذير ليك باش تنفذ داكشي اللي بغيناه، او يا اما العقاب غادي يضرب ليك كل شيء، فلوسك، محلك، صحتك، مراتك، وتا ديك البنيه اللي انت حالم بها تجي. غير هو دير في بالك حنا راه ما كنظلموش، والخدمه اللي كانت مع جدودك كانت بقواعدها وبحكمتها، داكشي علاش جينا نحذروك، والا بغيتي تفلت من العقاب ديالنا سير عند سعد، راك انت مربوط به ومن تحت يدو، وحنا اللي ربطناك به، حيت الخير اللي كيتسناك عنده كتير وعمرك تقدر تخيله. لكن سمعنا يا ولدي يا شمس الدين، الا ما مشيتيش عنده راه ما غادي تظلم غير راسك، وتيقني راك مازال غادي تعرفنا شكون حنا. تخيلوا معايا وسط هذاك المشهد وسط هذيك الخلعه طاحت حدايا واحد الورقه صغيره. الوقت اللي شفت هذيك الورقه كندور كنلقاهم اختفى وما كاينينش، اواه يا ربي السلامه. الوقيته اللي عاوتاني كندور نشوف في هذيك الورقه تماك فين كنلقاها نفس الورقه تماما اللي كتب لي فيها سعد المره الاولى النمره ديالو، الورقه اللي حرقتها قدام عصام. وتخيلوا من فوق هذا الشيء كامل كانوا مازالين الجناب ديالها محروقين. ما نكذبش عليكم، في هذوك اللحظات القليله اللي دوزت في المحل كانت واحدة من أرعب اللحظات اللي عشتها في حياتي، كنت مصدوم على درجة أنني كنت غير كنتراحت وما عارفش باش تبليت نهائيا، لكن ما كان عندي فين نشك، حيث الرسالة كانت باينة وواضحة، يا إما غادي نتواصل مع سعد وندير داكشي اللي بغاو واللي طلبوا مني، أو يا إما غادي نخسر كل شيء اللي كنملك ونخسر حتى الناس اللي عزازين عليا. ديك اللحظه حاولت انني نتكالم غير شويه ونبرد، شديت هذيك النمره ويدي كانوا كيرجفوا غير بوحدهم، دخلت هذيك النمره في التليفون وصونيت على سعد. بعد ما هز التليفون وقبل حتى ما نهضر قال لي يا مرحبا بالسي شمس الدين، وغبورات هذه. سعد كان كيهضر معايا في التليفون وكيضحك، اما انا كنت غير مصدوم وما عارفش فاش دخلت راسي. ملي جاوبني سعد في التليفون كان غير كيضحك، حيت كان عارف باللي طال الزمان ولا قصار غادي نعاود نتواصل معاه، حيت بكل بساطه الجن اللي تابعيني واللي كانوا راصديني واللي اصلا هما اللي ربطوني به محال غادي يخليوني نعيش مرتاح. داكشي باش حتى سعد ما طولش معايا الهضره، قال لي هضره وحده، اجي لعندي للبلاصه الفلانيه النهار الفلاني بالضبط، تماك غادي تفهم من عندي كل شيء. البلاصه اللي نعت ليا سعد كانت كاينه في وحده من المدن الكبار اللي كاينين في المغرب. شديت الطريق ومشيت لعنده، تبارك الله تبهرت بزاف بالبلاصه اللي كان ساكن فيها سعد. كان ساكن في واحد الحي اللي راقي، وكان باين لي باللي هو ملعق مزيان وعنده الفلوس ديالو بصح رغم هذاك السن ديالو اللي كان صغير. سعد استقبلني عنده في الفيلا ديالو ورحب بيا كيف ما معروف على كاع المغاربه بالكرم، والصراحه ما نكذبش عليكم ما خلاش من جهده وفرح بيا اكثر من القياس. كليت وارتاحيت وخلاني تاخدي راحتي. تما عاد عيط عليا ودخلني للبيرو ديالو، داك البيرو اللي شفت فيه العجب العجاب. الوقت اللي دخلت عنده لهداك البيرو كان بحال الا دخلت لشي عالم موازي. كانت عنده واحد المكتبه اللي عامره بالكتب اللي قدام بزاف. في واحد الجهه كانت عنده مكتبه اللي فيها غير القراعي ديال الاعشاب، يعني واحد الاعشاب اللي عمرني ما شفت بحالهم. زائد كان عنده البخور وعنده شي حيوانات محنطين في القراعي، وكانوا عنده تحف تاريخيه وشي حوايج اخرين اللي الصراحه ما نكذبش عليكم ما عرفتهمش شنو هما ولا حتى كيفاش نوصفهم. سعد الوقيته اللي شافني تبهضت وغير كندور في عينيا بقى كيضحك، قال لي اجي جلس، راه كلشي غادي تتعلم سميتو وكلشي غادي تتعلم لاش كيصلاح، غير صبر وبشويه بشويه غتعرف كلشي. ديك اللحظه مشيت جلست مقابل مع سعد وقلت لي اخويا سعد، انا هذا العالم ديال الجن راه ما بينه وبينه غير الخير والاحسان، اش داني نوصل لهذا المواصل او دار ما عندي ما ندير بهادشي كامل، الجنون رجعوا كيجيو عندي للمحل حتى لعندي وكيهددوني. سعد تنهد وقال لي خاصك تعرف يا شمس الدين باللي انا ما كنتش ناوي ابدا نفتح عليك هذا الباب ديال هذا العالم، ولكن هذاك القبول اللي كندير انا للناس كيكون واحد القبول اللي
قوي واللي ماشي كاع الناس كيصلح يكون عندهم. انا كنت باغي غير نتاكد واش يمكن لي ندير لك هذا القبول ولا لا، واش عندك شي سحور اللي غادي يمنع ان داك القبول يخدم معاك ولا لا. لكن كنتفاجئ من الوقت اللي فتحت الباب ديال الكشف عليك تماك فين فتحت الباب لواحد العهد قديم. هذا العهد كانوا دايرين جدودك مع الجن، والوقيته اللي فتحت ليهم انا الباب هما بغاو يتواصلوا معاك مره اخرى، بحال لقاوها سبه ولقاوها فرصه. بقيت كنشوف سعد وقلت ليه دابا شنو المعمول، كيفاش غادي نقدر نتفك من هذه المصيبه اللي طحت فيها. سعد قال لي ما نقدرش نضمن لك شي حاجه دابا حاليا، لكن حتى باش نطلبوا من الخدام باش يفسخوا العهد وهما مازال عاد جددوه معاك راه ما يمكنش. وغير الفعل ديال اننا غادي نمشيو ونطلبوا منهم هذا الشيء دابا راه غادي تسلطوا علينا بجوج انا وياك. داكشي باش سمعني مزيان خاصنا نركزوا ونتواصلوا مع هاد الخدام ديالك باش نعرفوا شنو باغين ولا ايش باغيين يوصلوا. وغير باش تعرف واحد القضيه، راه هاد الخدام اللي عندك راهم واحد الخدام اللي قويين وعندهم شي علوم اللي غابره، وانت شمس الدين راك مربوط بيا باش دير اي حاجه غادي نطلبها منك. وكيف شفتي على عينيك ماشي انا اللي ربطتك بيا لكن هما اللي ربطوك بيا. انا براسي يا شمس الدين مازال ما عارف لاش بالضبط هما ربطوك بيا ولزموني انني انا خاصني نعلمك. ما عرفتش لاش داروا هاد الشيء، لكن كنظن ان عندي واحد الفكره علاش داروا هكا. كنظن ان هاد الشيء كامل غير بسبب هذاك الدمياطي اللي عندي. شفت في سعد وقلت ليه واش الدمياطي الكتاب المشهور في المغرب، هذاك الكتاب اللي كلنا سمعنا به وما كناش عارفينه ديالاش. ملي كنا صغار وكنبغيو نضحكوا مع شي واحد اللي كيكون كيقرا مزيان كنقولوا ليه انت مالك قاري الدمياطي. سعد قاطعني وناض ومشى لواحد الصندوق كان كيبان قديم، كان حاطه في الجنب ديال المكتب ديالو. غادي يفتح هذاك الصندوق وجبد منه واحد الكتاب قديم وحطه فوق الطبله حدانا. بقى كيشوف فيه وقال لي هذا شمس الدين هو اندر كتاب في العالم واللي هو الدمياطي، واللي نقارضوا الناس اللي عندهم القوه الكافيه باش يحلوه، واللي لحد الان كاينين غير جوج اللي كنعرف انا وانت يا شمس الدين. خاصك تعرف ان الدمياطي او بالاحرى الدمياطي الاسود، يعني ماشي الدمياطي العادي، الدمياطي الاسود هو واحد من اندر كتب السحر واللي عنده واحد الوزن ثقيل بزاف في العالم كله خصوصا في المغرب، واللي الصعوبه ديال القرايه ديالو والفهم ديالو كتضرب بها المثل بين الناس. داكشي باش كنا كنقولوا انت مالك قاري الدمياطي بكثره هذيك الصعوبه ديالو في القرايه وفي الفهم ديالو. كتاب اللي كلشي سمع به لكن قليل اللي عارف باللي راه هذا الكتاب موجود في الحقيقه. والغريب ان هادوك اللي عارفينه ما قادينش يلقاوه ويديروا يديهم عليه. اما الاغرب في هذا الشيء كامل ان حتى هادوك اللي عندهم الكتاب ما عندهمش القدره انهم يستخدموا هادوك الاسرار اللي فيه، وهذا الشيء كامل من غير دوك القله والندره اللي قادرين يفتحوه ويقراوه ويخدموا به، واللي انا واحد منهم. وكنظن الخدام باغيين يردوك بحالي. كنت كنتسنى سعد يفتح لي الكتاب ولا يوريني الصفاحي ديالو واللي اصلا كانوا كيبانوا قدامين وقرابين يتقطعوا، لكن للاسف غير اللحظه اللي شفتو غادي يرجعوا لهذيك الصندوقه منين جبدو في الاول. والوقت اللي سعد غادي يسد هذيك الصندوقه قال لي واخا انت يمكن لك تقراه لكن مازال بعيد بزاف على المستوى اللي غادي يمكن ليك تستخدم داكشي اللي فيه. اول حاجه خاص نبداو بها هي نلاقيوك بعدا مع الخدام ديالك ونعرفوا العهد ديالك معاهم شنو فيه، وهذا الشيء خاصو يدار اليوم قبل غدا. تماك فين سعد غادي يحل واحد الباب اللي عنده وسط البيرو ديالو وقال لي يلا دابا ننزل. كنا في الاول هابطين وسط هذاك لاكاف ديال الفيلا وانا كنتخيل باللي غادي نهودوا لشي بلاصه اغرب من البيرو ديالو، خصوصا ان الظلام اللي كان في الدروج كان غريب وكانت واحد البروده اللي غريبه، وكل ما حنا نازلين كل ما ديك البروده كانت كتزاد اكثر واكثر. وبما انني عارف باللي سعد واحد السحار اللي كبير كنت موجد راسي للسطاج الاخر ديال الرعب غادي نشوفه في هذاك لاكاف لتحت. لكن الخوت هنا فين غادي تكون المفاجاه والصدمه. ملي وصلنا لتحت ديال الدروج وشعل الضوء ديال لاكاف تماك فين كتبان لي واحد الصاله كبيره ومفرشه غير في الارض، لكن كانت مديكوريه مزيان ونقيه بزاف. كانت هذيك الصالون بحال ستيل اللي كيديروه السواعده في الجلسات ديالهم. لكن انا كنت خياط وكنعرف مزيان في التواب، وهادوك التواب اللي شفتهم كانوا واحد النوع ديال الفراش اللي كان غالي بزاف، كان واحد التوب اللي غالي ديال بصح، وباين باللي سعد خاسر عليه الزبابل ديال الفلوس. سعد دوا معايا قال لي سير طلع على الراس ديال الصاله هنا فين غادي نحضروا الخدام ديالك ونشوفوا شنو بغاو. انا كنت مستغرب خصوصا انني كنت متوقع نلقى شي بلاصه مسخه والدم والجلود ديال الحيوانات وزيد من داكشي اللي كنسمع على الصحراء كيخدموا به. درت عند سعد وبلا ما نحس زلقات لي الهضره بواحد الطريقه بان عليا انني متعجب بزاف. قلت ليه
هنا الخدام غادي يحضروا. سعد فهمني فاش كنفكر، مشى جهه واحد الطبله اللي غير من الشوفه فيها تقول مقاده بالذهب، غادي يهزها وغادي يحيد صباطو وتم داخل وسط الصاله. كان غادي للراس ديال الصاله وقال لي واش كيصحاب لك الخدام اللي عندك بحال هذوك الخدام ديال الجن المسخ اللي عزيز عليه الذبيح والوسخ والجيفه؟ هادو راهم خدام اللي قاده وملوك في العالم ديالهم، مولفين الجلسات الراقيه والقربانات النادره والغاليه، وهادو راه كانوا معوحدين من اكبر السحره اللي كاينين في العالم. داكشي باش خاصهم مقامهم وحضرتهم، وحضره اللي غادي تليق بجن في المكانه ديالهم العاليه. سعد غادي يحط هذيك الطبله من يده وقال لي واخا حنا كنسميوهم خدام، لكن العهد كيخليهم هما خدام بالنسبه لينا وكيخلينا حنا خدام بالنسبه ليهم. داكشي باش وزن كلامك معاهم، والا لا انت لا انا ما غادي توخر لينا مزيان هاد الليل. هاد الهضره كانت كتخرج من الفم ديال سعد بواحد الطريقه اللي خلات الخوف يركب فيا، واللي زاد رعبني كتر وكتر هما هادوك الملامح ديال وجهه اللي كانوا واحد الملامح اللي جاده بزاف. مشيت جلست في الراس ديال القاعه كيف قال لي، وسعد مشى لواحد الزربيه اللي كانت مربعه محطوطه وسط الصاله، غادي يمشي ليها وغادي يهزها. تماك فين كنت تفاجئ كيبان لي واحد النقش كبير في الرخام، كانت واحد الدائره كبيره ومنقوش الجناب ديالها، وكانوا دوك الكلمات اللي فيها مصبوغين بالحمر. وبيني وبينكم محال واش هذاك اللون الاحمر كان اللون ديال الصباغه. سعد قال لي شفتي هاد الدائره، نبغيك في الوقت اللي تكون وسطها ما تخرجش منها نهائيا واخا يوقع اللي وقع. انا نط في البلاصه على نيتي ومشيت غادي باش نوقف في هذيك الدائره، لكن سعد حبسني قال لي غير رجع جلس في بلاصتك، دابا تفهمني من بعد شنو كنقصد. المهم غير تفكر مزيان باش واخا يوقع اللي وقع ما تخرجش نهائيا من هاد الدائره، والا ما غاديش نضمن ليك شنو غادي يقدر يوقع لك. سعد كان كيقول لي هاد الهضره وكيأكد عليا، والصراحه حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك غادي توقع في هاد لاكاف. داكشي باش عرفت باللي الا بغيت ما نتاداش فراه خاصني ضروري ننفذ داكشي اللي كيطلب مني سعد بالضبط. جلست انا وجلست سعد في الجنب ديالي، غادي شد هذيك الطبله اللي قلت لكم كانت كتبان بحال الذهب واللي كانت مغطيه من الفوق بواحد الزيف ابيض وما باينش شنو كاين في الوسط ديالها. غادي شدها بجوج يدين وبقى واحد المده وهو كيعزم على هذيك الطبله بشي هضره اللي معقده. ديك الهضره كان صعيب انك تفهمها اولا حتى تنطق بها، لكن بقيت مركز مع سعد وكنشوف شنو كيدير. بقى شاد في هذيك الطبله وكيعزم حتى لواحد اللحظه شد هذاك التوب اللي كان فوق منها وحيدو. تماك في كتبان لي هذيك الطبله عامره بزاف ديال الحوايج اللي بلوكاو لي العقل ديالي فاش عرفتهم، لكن نمشيو غير دقه وهكا غادي تعرفوا كل شيء داكشي اللي فيها، وغادي تعرفوا حتى علاش الساحر يقدر يدير اخبه الطقوس ديال السحر واخا يكون في انقى بلاصه في الارض. سعد غادي يمشي وغادي يجيب واحد المجمر اللي كبير ديال النحاس، كان واحد المجمر اللي مقاد على حقه وطريقه ومتول وزوين، وكان مخدوم على اليد بالصناعه التقليديه المغربيه. غادي يحط هذاك المجمر ديال النحاس وغادي يشعل هذاك الفاخر اللي فيه، وتماك فين غادي يلوح واحد الكميه كبيره من البخور لدرجه هذيك الصاله الكبيره كامله عمرات بالدخان. وسعد عاد بدا غادي يشد واحد الزلافه ديال الذهب اللي كانت في الوسط ديال الطبله، واللي الوسط ديالها كان كامل منقوش وكان بين واحد النقش اللي قديم. من موراها غادي يشد فرخ ديال حمامه بيضه وحتى هو كان في هذيك الطبله. هذاك الفريخ كان مازال صغير ومازال ما كيطير، كان زوين تبارك الله وغزال، لكن للاسف من حظه انه من صغره طاح في اليد ديال سعد. سعد غادي يشد هذاك الفريخ الصغيور غادي يدوز عليه وبدا كيقطر في الدم ديالو وسط هذيك الزلافه الذهبيه اللي منقوشه. من موراها غادي يشق ليه الصدر ديالو وغادي يجبد قلبه وحطه في الوسط. غادي يشد نقطه صغيره من الزئبق الاحمر وحطها من فوق القلب ديال هذيك اليمامه، وبالضبط هذا الشيء كامل كان مازال خاص العنصر الاساسي اللي هو نقطه من الدم ديالي. هذا الشيء كامل زاد عليه سعد شي حوايج اللي ما قالش لي شنو هما، لكن من موراها شد واحد اليد ديال مهراز احمر وصغير وبدا كيخلط في داك الشيء كامل، كيخلط وكيعزم فيه، كيخلط وكيعزم. وانا جالس وكنشوف هذوك الطقوس كاملين وكنشوف سعد كيخلط في هذيك الزلافه، جاني واحد الاحساس غريب وتساءلت مع راسي واش حتى انا غادي توخر ليا بحال سعد. وغير بمجرد انني فكرت في هذه الفكره شدني الخوف في الداخل ديالي، لكن ما بغيتش نفكر بزاف. رجعت كنتبع مع سعد شنو كيدير. الوقت اللي سالا من داك التخلاط ومن داك الطقوس الغريبه ديالو غادي يشد واحد الورقه ديال الجلد وبدا كيكتب فيها شي طلاسم اللي ما عرفت منهم والو من غير سميتي والسميه ديال الام ديالي. سعد غادي يشد هذيك الجلده غادي يطويها وناض جهه المجمر ووقف ودار عندي قال لي وجد راسك، وهنا فين غادي يلوح هذيك الورقه
وسط المجمر وبدا كيقول في شي هضره واللي انايا كنت مخلوع فاش كان كيقولها. ما كنتش عارف شنو غادي يوقع دابا ولا حتى كيفاش خاصني نوجد راسي. سعد كان حدا المجمر وكيعزم حداه، ودقيقه مورا دقيقه سعد كان كيجاهد في صوته اكثر واكثر، وانا كنحس بديك الريحه ديال البخور كتمجهد في ديك الصاله. واحد الوقيته بديت كنحس بالدوخه كتشدني والصداع والحريق في الراس ديالي، واللي زاد من فوق هادشي كامل هو واحد التوشويش اللي رجعت كنسمعه وما عارفش منين جاي. كل قنت في هذيك الصاله كنت كنسمع فيها التوشويش جاي منها. عيني بداو كيتقالوا ورجعت كنحس بالارض كدور بيا. تماك فين بديت كنشوف بحال الا كاينين شي ناس معانا في الصاله. كنبغي نحل عينيا ونشوف ونتاكد واش كاين شي واحد بالفعل معانا ولا لا، لكن والو ما قديتش. عيني كانوا كيتقالوا عليا اكثر واكثر. كنت بحال الا كنشوف بحال الا كنتخيل شي وحدين جالسين معانا ولابسين ما بين الاحمر والابيض، لكن باش نعرف ولا نميز واش حقيقه ولا غير وهم ديال الدماغ ديالي ما قديتش. حتى لواحد اللقطه سعد جا لجهتي وشد نقطه من هذيك الزلافه اللي فيها الدم وغادي يحطها بحال هكا في جبهتي وقال لي عندك تخرج من الدائره. وهنا اخر حاجه سمعته قالها احضروا الان. تماك فين انا غيبت. ديك اللحظه ما عرفتش شنو اللي وقع، لكن في ديك اللحظه كنت جالس في الارض وسعد كان حدايا، وفي لقطه اخرى كنلقى راسي واقف في الوسط ديال ديك الدائره وكنشوف في الجسد ديالي مليوح في الارض وسعد جالس حدايا بحال الا روحي خرجات وكنشوف في راسي مغط وسعد حدايا. وصراحه كان واحد الموقف اللي لحد الان ما لقيت ليه حتى شي تفسير واللي ما فهمت فيه والو، لكن اللي زاد كمل المشهد هو الوقت اللي كنشوف في القاعه كنلقاها كامله عامره بالجن وكلهم مغطين وجوههم ولابسين الابيض والاحمر. ما كنتش عارف شنو اللي واقع ولا كيفاش خاصني نتصرف ولا كيفاش نقدر نستوعب هادشي اللي انا فيه، لكن الحاجه الوحيده اللي كنت متاكد منها انه يوقع اللي وقع فراه ما خاصنيش نخرج نهائيا من هاد الدائره. سعد شاف جهه الجن اللي كانوا جالسين وكان باين لي من خلال التصرف ديالو باللي هو كان قادر انه يشوفهم. سعد قال لهم شنو هو العهد اللي دايرين مع شمس الدين وشنو المطلوب مني انا. واحد من الجن غادي يحيد من عليه داك الغطاء اللي كان داير على وجهه، وكان باين لي باللي هذاك هو الجني اللي سنيت معاه العهد مورا هذاك الجرف. داك الجن شاف سعد نيشان وقال ليه حنا العهد اللي دايرين معاه هو العهد اللي كنا دايرينه مع جدوده، والعهد اننا نعلموهم كاع العلوم ديال السحر ونعطيوهم كاع العلوم اللي يحتاجوها ونوفروا لهم اسرار على هذا العالم اللي ما يقدرش يعطيه ليهم شي واحد اخر. وفي المقابل الشخص اللي دايرين معاه العهد كيخصو انه يشارك في الحروب ديالنا، والنهار اللي نحتاجوه في شي امر خاصو يقضيه وكيخصو ينفذ بلا ما يجادل ولا يرفض. سعد بقى كيشوف وعرف باللي هذا واحد العهد اللي صعيب، خصوصا ان الاوامر ديال الجن كتكون بعض المرات قاصحه وما فيهاش الرحمه نهائيا. سعد بقى كيشوف وقال لهم واخا، لكن شنو العلوم اللي كتعطيوها ليه وعلاش بالضبط ربطتوه بيا انا؟ الا نتوما كنتو قادرين انكم تعلموه علاش ربطتوه بيا؟ داك الجني ضحك وقال ليه حيت الكتاب اللي عندك في هذيك الصندوقه هو كتاب اللي كان ديال واحد من جدوده. تماك فين سعد تصدم فاش سمع هذيك الهضره، لكن ما بغاش يبين. داك الجن كمل الهضره ديالو وقال ليه الدفينه اللي انت جبتيها شحال هادي واللي دخلات عليك بهذا الخير الكبير اللي انت عايش فيه دابا كانت هي واحد الدفينه ديال جدوده الزناتيين، يعني هو اولى منك باش ياخذ هذيك الدفينه اللي جبتيها انت. لكن معليش ماشي مشكل، ما كاينش غير هذيك بل كاين عدد من غيرها، غير هو اعتبر ان هذيك الدفينه هي الخلاص ديالك مقابل انك تعلمه وتشرح ليه الكتاب في عوضنا حنا. هنا داك الجن ناض من بلاصتو وتم غادي للجهه ديالي. انا كيف قلت لكم واقف وكنشوف هذاك المنظر. داك الجن قرب حتى لجهتي وشاف فيا قال لي مزيان روحك قويه بحال جدودك، وكل ما كان سعد ضابط اموره كنا نهبطوك معنا تحت الارض نذوقوك شويه من العذاب وغير باش تعرف شنو كيتسناك الا خرقتي العهد. لكن عندك الزهر حيت الدائره اللي انت وسطها كتمنعنا ندخلوا عندك ولا نقيسوك. داك الجن كمل كلامه لي وقال لي اسمعني يا شمس الدين، انا سميتي اسحاق السليل او السلاله ديال الجن الناري، وانت دابا هو الحاكم على 15 قبيله ديال الجن، وحنا هما القضاة ديال هاد القبائل، هما الحاكمين عليك. العهد راه الدار وعمره ما يتكسر، وخاصك تعلم كاع العلوم من عند سعد، ومن موراها غادي تبدا تتعلم الدمياطي من الاول حتى للدمياطي السابع، وحنا شمس الدين اللي غادي ندلوك وغادي نوريوك على اخر ورقه في الدمياطي السابع. اما انت يا سعد تهلا في شمس الدين مزيان، والخير اللي عمره كان يطيح لك على البال هو اللي غادي تلقاه معانا. وهنا فين اسحاق دارو تم غادي ودوك الجن كاملين ناضوا تبعوه، وتماك فين خبر لهم الاثار. قبل ما نحس كنلقى راسي ناعس في الارض وسعد كيرش عليا بشيمه من فمه وكيعزم عليا، وتماك فين فقت راسي كان كيضرني بزاف وما قادش نفهم
شنو اللي وقع وشنو كيعني هادشي اللي قالوا اسحاق. لكن الحاجه الوحيده اللي كنت عارف هو بزاف د الحوايج تبدلوا من مورا ما حضرنا الخدام. غير هو ما كانت عندي حتى شي فكره نهائيا شنو كيتسناني وشنو جاي. من مورا ما فقت انا واستوعبت داكشي اللي انا فيه، سعد بقى حاضر راسو وكيفكر. كان باينه باللي القضيه حامضه وباللي هادشي اللي واقع عليا ما كانش ساهل عليه. بقيت جالس حداه وما زعمتش نهضر معاه، خصوصا انه كان مهبط راسو وساهي وكيفكر. حتى لواحد اللقطه دار عندي وقال لي شوف شمس الدين، من اليوم غادي تبدا تتعلم السحر، ومن اليوم حياتك خاصها تبدلها كامله، والا غادي تتعذب في حياتك وغادي تعذب الناس اللي عزازين عليك وغادي تعذبني حتى انا معاك. لكن الشرط ديالي شمس الدين انه ما تسولنيش على حتى شي حاجه كنديرها، وبالخصوص هادشي اللي وقع اليوم، حيت فاش غادي يجي الوقت انا اللي غادي نشرح ليك كل شيء. ديك الهضره كانت هي اول حاجه قالها سعد وطبقتها بالحرف داكشي باش من داك النهار كل شيء في حياتي تبدل. سعد قرر انه ينتقل باش يعيش في المدينه اللي كنسكن فيها انا، واصلا كان هو سهل عليه حيت عنده بزاف ديال الديور، وهذيك المدينه كان عنده فيها دار. اما انايا بقيت كل نهار فاش كنسالي الخدمه ديالي كنمشي لعنده، كنجلس معاه وكنتعلم على يدو. سعد كان قطع عليه انني ناكل اللحوم كاملين، ورجع ممنوع عليه انني ناكل اي حاجه فيها الروح، زيد عليها البيض الحليب، يعني رجعت انسان اللي عايش ب100%. بقيت شهرين على ديك الحال، كنمشي عند سعد كنجلس معاه وكنتعلم، وكان كل ليله كيحفظني الاسماء ديال الاعشاب وديال البخور. من موراها قرر باش يعلمني العبريه والسريانيه. لكن الحاجه اللي كنا كنلقاو فيها مشكل هو ان الدماغ ديالي كان ثقيل بزاف على الحفظ والتعلم، وكان داكشي كيجيني صعيب بزاف. لكن سعد حتى حاجه ما كتصعب عليه. من مورا ما لاحظ هذاك الثقل ديالي في الفهامه وصعوبه في انني نفهم ونحفظ، عيط ليا في واحد الليله اللي كان القمر كامل في السماء. دخلت عنده للدار وكان كيسحب لي باللي هذيك الليله غادي تدوز بحال كاع الليالي، يعني غادي يبدا يقريني شي حاجه اللي جديده ويتقاتل معايا باش يدخلها لي لهذا الراس اللي كان داير بحال الحجره. لكن كنت غالط. مع الدخله ديال الدار كنلقاها كامله مظلمه وعامره بالدخان وديك ريحه البخور مجهده. كندخل كنلقى سعد دابح واحد الطوس وجامع الريش ديالو ديرهم على شكل دائره، يعني داك الريش ديال الطوس دايرو على شكل دائره. ومع دخلت ما هضرش معايا نهائيا، حدو شير ليا بيديه قال لي زعما ديك اللعيبه ديال اسكت، غادي يشير لي بصبعو قال لي ادخل وجلس هنا وسط الدائره، يعني هادشي بالاشاره وسط هذيك الدائره اللي داير بالريش ديال الطوس. انا بطبيعه الحال نفذت داكشي، ما هضرتش نهائيا ودرت داكشي اللي قال لي. مشيت جلست وسط هذيك الدائره اللي مصوب، والوقيته اللي جلست سعد غادي يحل الشرجم ديال الدار والضوء ديال القمر غادي يضرب فيا نيشان وانا جالس وسط هذيك الدائره. تماك فين شد الدم ديال الطوس وبيه رسم شي رمز في الراس ديالي، ومن موراها شرب لي هذاك الدم ديال الطوس. في الاول كنت كنقول باللي غادي يكون شي مذاق اللي قبيح وخايف، وكنت عايف انني نشربه. لكن مع اول شربه ديالي ليه طحت على داك الدم بحال عمرني ما شربت الماء في حياتي. ومن هذيك الليله بالضبط تبدلات حياتي تماما. رجعت الحاجه اللي كنقراها كنحفظها ونعقل عليها. وتا سعد كان باين عليه باللي فرحان بسبب ان السحر اللي دار شد ودار خدمته، حيت هكا تا هو سهلت عليه الخدمه معايا، يعني ولا سهل عليه انه يحفظني شي حاجه. تعلمت بزاف د الحوايج وبزاف د الحوايج على اليد ديال سعد. تعلمت العلم ديال الاعشاب والطقوس اللي نقدروا نخدموها فيهم. تعلمت العلم ديال البخور والجن، وكل بخور وشنو كيبغي، وكل جن اش من نوع ديال البخور اللي كيعجبو واش من نوع ديال البخور اللي نقدر نحضروا به. تعلمت الانواع ديال الجن والمراتب ديالهم والقوه ديالهم. زيد عليها تعلمت شي اسرار بحال استخراج الكنوز وخطف المال والسماوي والطاعه والاكراه، وزيد من العلوم الخطيره. ومن غير هذا الشيء تعلمت ورجعت ضابط جوج من اقدم اللغات اللي كاينين في التاريخ، واللي هما العبريه والسريانيه. وهذا الشيء كامل اللي عاودت لكم كان تعلمته غير في ظرف عام واحد فقط. لكن بيني وبينكم كون ما دارش لي ديك القضيه ديال الدائره والطوس كون خدم معايا هادشي 6 سنين. لكن واخا هكاك، واخا تعلمت هادشي كامل، كان عندي بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش عارفهم وما كنتش عارف التفسير ديالهم وشنو كيعنيو. وبيني وبينكم الحوايج اللي كانوا ضاريني في راسي بزاف واللي عياوني وما لقيتش لهم تفسير هو دوك الاحداث اللي وقعوا هذيك الليله اللي حضرنا فيها الخدام ديالي، وديك الهضره اللي دارت بين الخدام وسعد. داكشي ما بغاش يتفهم ليا، لكن عمرني ما زعمت باش نسول سعد على دوك الاسئله وعلى داكشي اللي دار بيناتهم، حيت الشرط ديالو عليا كان واضح. حيت كان قال لي ما تسولني على حتى شي حاجه تنقول لك. داكشي باش هادشي كان غير كيدور في راسي وما زعمتش انني نسول. وبلا ما ندوي على هذاك الدمياطي اللي طيلت هاد المده ما شديته لا في يدي، ما شفت شنو فيه. بيني وبينكم تانا هاد الاسئله ما كنتش باغي نعرف الجواب ديالهم، حيت اصلا في هذيك المده كانت يلاه تزادت عندي بنت، ومازال كنت باغي نفرح بها ونعيش معاها
بحالي بحال اي اب عادي. حتى واحد ليله كنت جالس مع سعد كيف العاده ديالنا، وكنت كنتسناه انه يشرح لي شي حاجه اللي جديده يوريها لي، لكن سعد بقى مده وهو جالس حدايا وشاد واحد السلافه ديال الماء وكيحرك فيها بصبعه وما كيهضرش معايا كاع. حدو كان كيشوف في هذاك الماء وكيحرك فيه بصبعه. بطبيعه الحال ما كنتش عارفه شنو جالس كيدير، حتى لواحد اللقطه قال لي يا شمس الدين اجي قرب عندي. مشيت عنده جلست حداه، اما هو بقى داير صبعه في هذيك الزلافه وكيخالط وكيشوف في هذاك الماء. كنت كنشوف فيه وكنتامل فيه. فعلا سعد كان واحد من اغرب الناس اللي تلاقيت معاهم. لكن هذيك الليله كنت عاد غادي نعرف الغرابه وداك الشيء الخطير اللي عاشهم سعد، يعني شي حوايج اللي ما يمكنش اللي كيوقفوا العقل، واللي خلاو اصلا سعد يرجع هاد سعد هذا اللي كنعرفوا اليوم. ديك اللحظه سعد كيخالط في هذاك الماء وكيدوي معايا قال لي خاصك تعرف شمس الدين انني من النهار اللي كنت صغير وانا داخل في هذا العالم. انا الوقت اللي تزاديت فيه ما لقيت في جنبي لمي ولا با، تزاديت لقيت في جنبي غير جدي بوحدو. وجدي كان واحد السحار اللي قوي، لكن هو عمره ما كان كيخدم بالعلوم اللي عنده، وعمره استعملهم بين الناس ولا باش يجيب الفلوس. جدي كان عايش غير بالقليل وحامد الله وساتر راسه، وعمره ما اذى شي واحد. والوقت اللي كان في العمر ديالي 7 سنين جدي ما كانش عنده الورث اللي غادي يخلي لي باش نعيش، ولا حتى شي حاجه اللي تقدر تضمن انني ما غاديش توخر ليا في الزناقه كنسعى. جدي مسكين كان كيفكر ليا بزاف وكيفكر المستقبل ديالي، لكن الحاجه اللي خلى ليا واللي ورثها ليا هي العلوم ديال السحر ديالو كاملين. ملي كنت صغير كان عقلي خفيف وكنت دغيا كنتعلم اي حاجه. نهار على نهار وعام على عام بديت كنكتشف شي اسرار من عند جدي، وبديت كنتعلم من عنده كل شيء حتى ما بقى ليه ما يعلمني. وهنا فين واحد النهار عيط ليا، كانت واحد الليله بحال هاد الليله نيت، عطاني واحد الوثيقه وقال لي هادي هي الورث ديالك من عندي. كانت واحد الوثيقه اللي قديمه وديال الجلد، كنت بغيت نفتحها ونعرف شنو فيها، لكن جدي منعني وما خلانيش، طلب مني باش نخليها حتى الغدا في الصباح عاد نحلها، وداك الساعه عاد نعرف شنو كاين فيها ونقراها. لكن الغد لي في الصباح جدي صباح ميت الله يرحمه، ودفنته داك النهار فاش كان العمر ديالي داك الساعه 17 سنه. والنهار اللي دفنته فيه هو النهار اللي كملت فيه حياتي بوحدي وانا مقطوع من شجره لحنين الله يرحمه. من مورا ما مات جدي حليت هذيك الوثيقه، كانت واحد تقييده ديال واحد الكنز ملكي، وكانت واحد الدفينه اللي عامر بالاسرار والكنوز والممتلكات القيمه. كانت هذيك الدفينه هي سبابي باش انني وصلت لهاد الممتلكات وهاد المشاريع كاملين اللي عندي دابا. والاهم ان كانت معاها واحد النمره ديال واحد السيد، داك السيد كان سميتو عبد الرحيم. شديت هذيك النمره وصونيت عليه. عبد الرحيم جاوبني قال لي شكون معايا؟ قلت ليه معاك سعد الحفيد ديال الحاج الفلاني. الوقت اللي سمع السميه ديال جدي ما زادش هضر معايا، حدو قال لي فينك انت دابا؟ انا جي عندك دابا فينك؟ عبد الرحيم كان واحد السيد اللي ملاحق ديال بصح، وكان مده طويله وهو خدام، هو وجدي كانوا خدامين في داكشي ديال الحفير والكنوز. عبد الرحيم الوقيته اللي تلاقيت انا وياه تماك فين غادي يعاود لي اغرب الحوايج اللي عاشهم مع جدي. ومن بين هاد الحوايج هو انه في واحد الفتره جدي وعبد الرحيم خرجوا واحد الدفينه اللي كبيره ومهوره، تماك فين جدي غادي يسمح في حقه كامل سمح فيه لعبد الرحيم، قال لي غير خودو، لكن في المقابل انه غادي يجي الوقت اللي حتى هو خاصو يسمح في واحد الدفينه، حتى هو خاصو يسمح في حقه. عبد الرحيم كان وافق على هذا الشرط وسنى مع جدي واحد العهد بالدم، وهذا العهد هو اللي حضر فيه جدي جوج من اقوى المرضى وخلاهم يكونوا هما الحراس ديال هذا العهد، باش هكا عبد الرحيم يلتزم بالكلمه ديالو. والوقيته اللي توفى فيها جدي الله يرحمه هذوك المرضى بقاو كيحضروا كل ليله عند عبد الرحيم، كانوا ديما كيجيو عنده في المنام وكيقولوا ليه كلمه واحده: جا الوقت باش توفي بالعهد اللي سنيتي، جا الوقت باش توفي بالعهد اللي سنيتي. من موراها كيغبروا وكيمشيو. عبد الرحيم رجع حاس براسو عايش وسط الجحيم، وكان كيتسنى بفارغ الصبر انني نتواصل معاه ونعيط ليه. عبد الرحيم كان كبير في السن وكان ملعق بالمزيان، وما كانش عنده الجرام ديال المشكل باش انه يعاونني، وهكا حتى هو كان خاصو يؤدي الدين اللي عليه ويتخلص من هذوك المرضى اللي تابعينه واللي كيجيو يصدعوه كل نهار. داكشي باش كان باغي يتهنى من هادشي وبغى يقضي معايا الغرض باش حتى هو يكمل حياته بخير وعلى خير. عبد الرحيم كان غادي يتكلف ليا بكل شيء، الطوموبيلات والناس اللي غادي يحفروا والبيع ديال الدفينه والحسابات البنكيه، كل شيء غيتكلف به غير هو. كانت حاجه واحده فقط اللي كان خاصني نديرها انا براسي، هو انني انا اللي خاصني نجبد الدفينه. الوقت اللي تلاقيت بعبد الرحيم وعطيته الوثيقه اللي خلى ليا جدي، بقى كيشوف فيه وقال لي واش
متاكد باللي قادر تجبد هاد الكنز؟ انا قلت ليه متاكد. علاش؟ تماك عبد الرحيم حكى لي باللي هاد الوثيقه ديال هاد الدفينه اللي عندي راه هي واحده من اشهر الدفائن عند صحاب الكنوز الحريفيه، واللي خلاها مشهوره انهم كلهم كيخافوا منها، حيت ما كاينش شي واحد قلب عليها ولا بغى يحفرها وتوخرات ليه مزيان، والاغلب ديالهم خسروا الاملاك ديالهم وصحتهم ولا خسروا عائلات ديالهم في واحد الظروف اللي غامضه. الهضره ديال عبد الرحيم كانت خلعاتني، لكن ديك الوقت ما كان عندي حتى شي اختيار من غير انني نتبع هذاك الورث الوحيد اللي خلى لي جدي. واصلا كنت مقطوع من شجره وما بقى عندي شي واحد اللي نخاف عليه انه يتاذى، يعني كنت غير راسي بوحدي. شفت في عبد الرحيم وقلت لي كاين واحد المشكل اللي بغيتك تلقى لي ليه الحل. عبد الرحيم قال لي غير امر وانا ننفذ. قلت ليه خاص الدم ديال الزهري باش نقدروا نفتحوا هذيك الدفينه. عبد الرحيم قال لي اعتبره موجود بلا ما تخمم. وبالفعل من مورا مده جا الوقت اللي غادي نحفروا فيه على هذيك الدفينه، واللي ما كانش بالساهل كاع الحفير ديالها. خدات منا ساعات طويله ديال الحفير باش نوصلوا للباب ديال هذيك المغاره، وفاش وصلنا ليها بقيت مده طويله وانا كنتصارع مع واحد من اقوى المرضى ديال الجن. خدمت عزائم قويه وحضرت اقوى الجن اللي عندي معاهم العهد، لكن الحارس ديال هذيك الدفينه كان واحد المارد اللي قوي واللي كان كيتغدى على الزئبق الاحمر اللي كان في الدفينه. داك الحارس كان قوي بزاف وكان غادي يصفيها ليا، لكن انا كان عندي الدم ديال الزهري وبيه باش قدرت نتخلص من الرصد ونتفك من هذاك المارد من هذيك الدفينه. لكن هادشي كان بثمن، وثمن اللي خلصوه الناس اللي حفروا معايا في هذيك الدفينه، حيت الاغلبيه ديال دوك الناس اللي كانوا معايا كلهم تصابوا بالمس، ومنهم اللي مات بشي مرض اللي حاروا فيه الاطباء. وثمن عبد الرحيم ما سلمش منها وما توخراتش ليه مزيان. من غيري انا اللي ما عرفتش علاش نجيت من دونهم كاملين. كنت كل نهار كنسول راسي علاش انا بالضبط نجيت منها، حتى قررت في الاخر انني نحمد الله حيت نجيت وما بقيتش كنفكر في هادشي بزاف. ديك الدفينه عاوناتني وخرجاتني من هذيك الميزيريه والفقر المدقع اللي كنت فيه، وسبب هذيك الدفينه باش انا لقيت الدمياطي وعرفت شي معلومات على السحر اللي عمر شي واحد كان يقدر يعلمهم ليا. لكن جا الوقت باش تعرف شمس الدين باللي هذيك الدفينه كانت مرصوده عليك انت، وكانت هذيك الدفينه ديال وحدين من جدودك انت. يعني من الاخر هاد الفلوس كاملين اللي كنملك اليوم واللي كنملك كاملين كانوا خاصهم يكونوا من نصيبك انت يا شمس الدين. لكن كيف ما قال لي اسحاق، نعتبر باللي هاد الدفينه هي الخلاص ديالي انني نعلمك ونعاونك، وبغيتك تعرف باللي انت يا شمس الدين هو السبب باش انا نجيت من هذاك العقاب. داكشي باش كلهم توخرات ليهم خيبه الا انا ما توخراتش ليا مزيان، حيت بسببك انت باش انا باقي عايش لدابا. عرفتش كيفاش وعلاش، لكن الخدام ديالك انت يا شمس الدين باينه باللي هما اللي خطوا باش انني ناخذ الكنز وما يوقع ليا والو، وهكا باش يجي الوقت اللي غادي يلاقيوني بيك وتعلم نتايا كلشي على يدي. يعني يا شمس الدين هذيك الملاقيه ديالنا ماشي حنا اللي قررناها، هما اللي لاقاونا وهما اللي بغاو هادشي كامل اللي حنا وصلنا ليه دابا. خاصك تعرف باللي كاع العلوم ديال السحر العادي راك تعلمتيهم، لكن دابا جا الوقت باش تعلم شي حوايج اللي كيتعتبروا من الاسرار اللي غير الناس اللي عندهم الدمياطي هما اللي كيعرفوها. تماك فين سعد غادي يجبد صبعه من هذاك الماء اللي كان كيحرك فيه وقال لي خاصك تعرف يا شمس الدين باللي الخدام ديالك عندهم مخططات كبيره واللي باغيين يستعملوك فيها، ومن بين هاد المخططات انهم باغيين يجمعوا بيك الاجزاء كامله ديال الدمياطي، باغيين يجمعوا بيك الدمياطي السابع. انا بقيت كنشوف سعد باغي نسولو ونقول ليه كيفاش الدمياطي السابع، وفي نفس الوقت ما قادش نسولو بسبب الشرط اللي خدع عليا. لكن سعد عرف باللي الفضول ديالي شدني، ضحك تبسم، مشى ناض جهه واحد الصندوق كان حاطه في الجنب ديال البيت ديالو، غادي يفتحوه غادي يجبد منه واحد الكتاب. انا الوقت اللي شفته عرفتو باللي هذاك هو الدمياطي. كنت كنقول مع راسي وكنقول في الداخل ديالي اخيرا جا الوقت باش نشوف هذا الكتاب. سعد غادي يجيب الكتاب حدايا غادي يحطه قدامي، غادي يفتحه وقلب الصفاحي ديالو حتى الاخر ديالو، تماك فين غيبان ليا واحد الجزء منه مقطع. سعد قال لي الدمياطي فيه 7 ديال الفصول، كل فصل كيهضر على ارض من اراضي الجن الكبرى واللي كيحكمها واحد من ملوك الجن ال7، وكل فصل في هذا الكتاب فيه علوم ديال السحر وعزائم اللي مختلفه في القوه على العزائم اللي كاينه في الفصل اللي وراه. وهاد العلوم اللي كاينه في هاد الفصول مستحيل تلقاها في شي كتاب اخر من غير دمياطي. غير هو هاد الكتاب اللي عندي انا دابا حاليا فيه 6 ديال الفصول، وفصل واحد منه ناقص ما كاينش، الفصل اللي كيهضر فيه على ارض الجن الحاكم، ارض القضاة، ارض الجن الابيض، الفصل اللي كيهضروا فيه على اقوى انواع الجن. وانا لحد الان مازال ما عرفتش علاش هاد الفصل ناقص، لكن المعلومات اللي عندي كتقول باللي هاد الفصل
خبعوا واحد من الزناتيين اللي هما جدود كشمس الدين، باش هكا حتى واحد ما يحط يده على هذيك العزائم اللي كاينه في هذاك الفصل. داكشي باش شمس الدين الخدام ديالك باغيينك تلقى هذاك الفصل وتتعلم ليه، لكن كون متاكد باللي ما غاديش يكون بالساهل انك تجبدو، حيت الحراس ديال الجن اللي كيكونوا حارسين هذاك النوع من الكتب كيكونوا في واحد المستوى اخر من القوه اللي عمرك تقدر تواجههم. لكن النهار اللي غادي تتعلم هاد الفصول بسته اللي عندي دابا كلشي غادي يتبدل. تماك فين سعد غادي يقصح معايا هضرته وقال لي وجد راسك شمس، اليوم غادي تلاقى مع الخدام ديالك وغادي يشرطوا عليك الشرط الاخير ديال الخدمه، وانا غادي ننصحك الا كنتي كتهتم للناس اللي عزازين عليك ما ترفضش نهائيا الاوامر ديالهم. تماك فين سعد غادي يشد هذاك الماء اللي كان كيخلط فيه من الصباح بصبعه وعطاه ليا قال لي شربه. انا بقيت كنشوف في هذاك الماء وكنشوف في سعد غوت عليه وقال لي شرب. شديت داك الماء وشربته. الوقيته اللي حطيت داكشي من يدي بديت كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، بديت كنحس بحال الدوخه والجسم ديالي بدا كيتقال. تما ما بقيتش قادر انني نتحرك، يدي ورجلي ووجهي كل شيء فيه يحبس. حسيت براسي بحال الا تشللت. حتى من النفس بدات كتقال عليا وبديت كنسمع الدقات ديال القلب ديالي. في ديك اللحظه طحت على الارض، شداتني الخلعه وما عرفت شنو داكشي اللي شربني سعد. الشوفه ديالي بدات كتضبب ليا، كنطيح في الارض وباغي نغوت نقول لسعد يعاوني، لكن ما قادر ندير حتى شي حركه. تماك فين كيبان لي سعد ناض من حدايا، شد داك الدمياطي ردو للصندوق وخرج من البيت وسد الباب. ومع سد الباب بدا كيبان لي واحد الدخان كيحمر في البيت. داك الدخان كان جاي بالزربه باغي يضربني لوجهي، وكانت هذيك هي اخر حاجه غادي نعقل عليها. تماك فين غيبت. الوقت اللي كان خرج سعد وخلاني بوحدي وطحت انايا غيبت. تماك فين دخلت في واحد الحلمه اللي اغرب من الخيال. حلمت براسي واقف في وسط واحد الغابه، والشجر اللي كان فيها كان كبير بزاف. كنت واقف في هذيك الغابه وكان في الجنب ديالي واحد الضايه صغيره ديال الماء، كان فيها واحد الماء اللي زوين وصافي بزاف لواحد الدرجه كبيره. كنت ساهي كنشوف في هذيك الضايه حتى كنسمع واحد التوشويش، وكان جاي واحد الغوات بحال الا جاي من البعد. تماك فين كتبان لي واحد الورقه طايحه حدايا محطوطه حدا رجلي، بقيت كنشوف فيها، هزيتها من الارض ومسحتها من الغبره. وتماك فين كنلقى مكتوب واحد العنوان اللي كبير، خدمه خط زناتي. قريتها بواحد الصوت اللي كان مسموع، وتماك فين كنسمع سكات في الغابه، وسمعت واحد الصوت كيقول لي سير ولد الزناتيين، ها هو الكشف عندك، وراك غادي توصل لشي حوايج اللي ما وصلش لهم البشر في العصر ديالك. غير هو هاد الشيء كامل عنده ثمن، والثمن اللي غادي خصك تخلصه اليوم نيت. وتماك نيت في كتبان لي ديك الضايه ديال الماء بحال الا فيها شي حاجه كتحرك، بحال الا كتعكس شي حاجه. والوقت اللي كنطل فيها كتبان لي الضايه دايره بحال شي تلفازه، وكتبين لي البيت ديال بنتي الصغيره. كنت كنشوف بنتي وهي ناعسه. حتى لواحد اللقطه كنشوف واحد المخلوق اللي كان قصير وضعيف وقبيح بزاف، كان في واحد الشكل كيخلع. داك المخلوق مشى للبلاصه في كتنعس بنتي ومشى لجهه صدرها وبقى كيتكى على صدرها حتى ما بقاتش قادره تنفس. انا ملي شفت هذاك المنظر تخلعت وبديت كنغوت وكنضرب بيدي في ديك الضايه. كنعيط لمراتي باش تسمعني وتمشي للبيت عند البنت باش تشوفها، لكن والو. وتماك بالضبط فين الصوره اختفات من هذيك الضايه، وكنسمع نفس الصوت كيقول لي حنا الشرط ديالنا واضح، وهذا الشيء اللي شفتي غير البدايه، والا ما لبيتيش الشرط ديالنا غادي نصفيوها ليهم كاملين. كانت هذيك هي اخر هضره كنسمعها. وتماك فين كضربني الفيقه. مع فقط لقيت راسي كيحرقني بزاف وكنحس بالدوخه. تماك كيبان لي سعد جاي داخل لعندي. قلت ليه شنو وقع ياك لاباس؟ سعد بقى كيشوف فيه قال لي هز بعد الورقه اللي حداك. قلت الورقه؟ اين ورقه؟ الوقت اللي كندور في الجنب ديالي كنلقى نفس هذيك الورقه تماما اللي شفتها في الحلم كاينه في جنبي. واش هاد الشيء؟ وكان مكتوب فيها نفس الحاجه تماما، خدمه خط زناتي. انا شفت في سعد وهز هذيك الورقه وما فاهم والو، بقيت كنشوف فيه وانا مصدوم. وقبل حتى ما نهضر قال لي هاك التليفون ديالك راه من قبيله ومرتك كتصوني عليك. قلت ليه اعطيه لي. شديت التليفون. تماك في كنلقى مرتي مصوني عليا بزاف ديال المرات. مع شديت التليفون كنصون عليها وانا قلبي كان غادي يسكت. تماك فين كانت الصدمه وكانت المفاجاه. كان اكفس خبر سمعته في حياتي. لحت هذيك الورقه من يدي وتميت خارج غادي كنجري من عند سعد وغادي نيشان للمستشفى المركزي، حيت بنتي الوحيده اللي عندي كانت دخلات الانعاش بسبب ازمه ربو اللي كانت حاده واللي حبسات لها الاكسجين على الدماغ ديالها. كنت غادي في الطريق ودماغي حابس ما قادر نفكر في والو. كنت كنقول حاجه وحده ونعاودها في راسي. هادشي كامل بسببي انا، هادشي كامل بسببي. ملي وصلت كنلقى مرتي واقفه حدا الباب ديال الغرفه اللي فيها بنتي وكتبكي. وتماك فين شفت اقبح منظر يقدر يشوفه الواحد. تخيلوا معايا كنشوف بنتي ناعسه في السبيطار والاطباء دايرين بها
وهي معلقه السيروم، رغم انها كانت في واحد السن اللي صغير بزاف. اي اب ما غاديش يبغي يشوف هذاك المنظر، خصوصا الكبده ديالو. والاقبح من هذا الشيء انه يكون هو السبب في هذا الشيء اللي كيطرى ليها. الاطباء اكدوا لي ان الحاله اللي دخلت لها بنتي غادي تطلب باش انها تبقى واحد المده تحت العنايه المركزه، خصوصا انه لحد الان مازال ما عرفوش شنو اللي سبب لها هذا الشيء كامل. والاسوأ من هذا الشيء ان هاد النوبات ديال انقطاع التنفس بقات كتكرر خصوصا في الليل، حتى رجعوا الاطباء كيوجدونا نفسيا انا ومراتي لاي حاجه تقدر توقع الله يستر. وتما ما قدرتش نتقبل الفكره ديال ان بنتي تمشي ليا بين يدي. وهنا عرفت باللي هذا الشيء فعلا كان بسببي انا. شديت راسي ومشيت نيشان عند سعد. دخلت عنده وانا حالتي حاله، كنت مدمر. الوقيته اللي شافني سعد بديك الحاله قال لي ما تخافش شمس الدين، بنتك غادي ترجع مزيان، غادي خصك غير توافق على الشرط ديالهم، وهكا الناس اللي عزازين عليك عمرهم ما غادي يتاذاو. بقيت كنشوف في سعد وقلت ليه اي حاجه بغاوها انا قابل بها، المهم هو بنتي ترجع ليا مزيان وترجع بصحيحتها. سعد حضر راسو وتماك عاد بدا كيشرح ليا داكشي كامل اللي ما كنتش قادر نسولو عليه هاد المده كامله. العالم ديال الانس والعالم ديال الجن هما جوج ديال العوالم اللي مختلفين تماما على بعضياتهم، ولكن كيف ما الجن كيقدر يدخل العالم ديالنا، فراه حتى حنا البشر كنقدروا ندخلوا العالم ديالهم، لكن ماشي بنفس الطريقه. الجن كيدخل العالم ديالنا على الشكل اللي ما كنشوفوهمش فيه، ويقدروا يتشكلوا على الاشكال اللي بغاو. مثلا كيقدروا يتشكلوا على المخلوقات اللي عندنا في العالم ديالنا، اي الحيوانات بحال مثلا القطط ولا الكلاب ولا غيرهم. وبعض المرات الا كان داك الجن قوي بزاف وواصل لواحد المرتبه ديال القوه اكثر، راه هنا يقدر يتشكل حتى في الشكل ديال البشر. اما حنايا البشر نقدروا حتى حنا ندخلوا العالم ديالهم، لكن الفرق انه ما نقدروش ندخلوا العالم ديالهم بالجسد ديالنا، انما كندخلوا بالارواح ديالنا. والروح ديالنا هي العنصر اللي يقدر يسافر في كاع العوالم ديال الجن. وتقدر الروح ديال البشر تجاوز في السرعه ديالها وفي القوه ديالها اي جني واخا يكون قوي، لكن هذا الشيء بشروط وبعلوم اللي محدده ودقيقه، وبطبيعه الحال بواحد العلوم اللي نادره. ويقال وكنأكد عليكم ان هذه العلوم كانت عند البعض في العهد ديال سيدنا سليمان، وهي اللي كتسمى بعلم الكتاب، والله ادرى واعلم. المهم نكمل لكم. سعد دو مع شمس الدين وقال ليه انت شمس الدين كنتي قادر تدخل العالم الجن جوج ديال المرات. النهار اللي حضرنا فيه الخدام وبفضل العلوم ديال الدمياطي قدرت نفصل الروح ديالك على الجسد ديالك وندخلها وسط هذيك الدائره باش ما يخطفوهاش الخدام ديال الجن. وحتى اليوم قدرت نفصل الروح ديالك على الجسم ديالك، حيت كان الشرط ديال الخدام انك الا بغيتي تحصل على الكشف ديال خض السناتي غادي خصك تمشي للعالم ديالهم تاخذ العلم من عندهم بيدك انت. لكن باش تعرف ان هذا الشيء ماشي بالساهل وماشي اي واحد يقدر يديره، لكن هذا الشيء غير بفضل الدمياطي اللي فيه هاد الاسرار كاملين اللي كنعاود ليك. وانت شمس الدين اول ثمن خصك تخلصه مقابل هذا الشيء كامل هو انه خصك تتخلى على العائله ديالك وتطلق مرتك، وبطبيعه الحال تقطع العلاقه ديالك معاهم بشكل نهائي. تخيلوا معايا الوقت اللي سمعت هذا الشرط كانت هذيك هي الصدمه ديال العمر ديالي. سعد شاف فيا وقال لي للاسف ما عندكش الاختيار، الا رفضتي فرا المصير ديال عائلتك غادي يكون هو الموت. واحسن حاجه نصيحه ديالي ليك واحسن حاجه تقدر ديرها حاليا هي انك تبعد على عائلتك، حيت من الاحسن انك تفارق معاهم. بعدا غادي تكون عارف انهم عايشين مزيان وعايشين في الامان وهما بعادين عليك، وحسن بزاف من انهم يتعذبوا ويموتوا شي موته اللي قبيحه بزاف وانت قريب ليهم. ما نكذبش عليكم الاخوان، كان هذا اصعب اختيار الواحد يقدر يختاره في حياته، لكن اصلا ما نقدرش نسمي هذا اختيار، حيت طبعا عمرني نقدر نبغي المضره لبنتي ومراتي اللي صبرات معايا على الحلوه والمره. بقيت ساكت واحد المده وساهي كنفكر، وانا عارف باللي كاع داكشي اللي كنت باغي نحقه مع بنتي نعلمها ونقريها من تحت جناحي داكشي كامل كله اختفى في رمشه عين. ديك اللقطه هزيت راسي وشفت في سعد قلت ليه صافي مراتي غادي نطلقها وغادي نبعد منهم، المهم غير هما يبعدوا منهم وما يأذيوهمش. وكانت هذيك الواقعه هي السبب باش انني اليوم بعيد على عائلتي، واليومين هذا بنتي كيصحاب ليها انني تخليت عليها وكتكرهني، لكن هي ما عارفاش انني كنبغيها اكثر من اي حاجه في الكون. المهم ما علينا نكمل لكم. دازوا الاجراءات ديال الطلاق وبنتي الحاله ديالها تحسنات الحمد لله، ومن موراها بديت كنولف الحياه ديالي الجديده، الحياه اللي رجعت فيها بوحدي مع الخدام. تما فين عيط ليا سعد وقال لي راه جا الوقت اللي خاصك تتعلم فيه الورث ديال جدودك وتبدا تتعلم الاسرار اللي كانوا مخفيين عليك واحد المده اللي طويل. الوقيته اللي تواصل معايا سعد كنت وصلت لواحد المرحله اللي ما بقى
كيهمني والو في هذه الحياه، حيت اهم حاجه كانت عندي اللي هي بنتي ومراتي خسرتهم جوج، وما كانش عندي استعداد انني نحبس هذا الطريق، حيت كان مازال عندي تخوف من العقاب ديال الخدام. مشيت عند سعد ومع الدخله لقيتو جالس حاط حداه ديك الورقه اللي من نهار اللي عطاوها لي الخدام ما شفت شنو فيها. مشيت جلست حدا سعد وهو شد هذيك الورقه في يديه وقال لي خاصك تعرف شمس الدين باللي كاين من الصحراء اللي يقدر يقتل على ود هاد الورقه اللي دابا انا شاد في يدي، حيت هاد النوع ديال الكشف انقارض وما بقاش كيدور بين الناس مده طويله هذه، وهذا الكشف يقدر يبين لك اي معلومه بغيتيها، لكن ما غاديش يكون بالساهل انك تطبق. ديك الورقه اللي عطاوني الخدام كانت عباره على عهد بيني وبين واحد من القضاة ديال الجن، وعلى حسب ما شرح لي سعد فهذاك القائد ديال الجن كان هو اسحاق. وباش نستعمل هذا الكشف ديال خض سناتي كان غادي خاصني نحفظ ديك العزيمه مزيان ونحفظ كل كلمه فيها باش عمرني نخطا فيها نهائيا. دوزت ما يقارب 13 يوم في الدار عند سعد، ما كنخرج ما والو، كنبقى جالس غير في البيت عنده وكنقرا وكنعود في هذيك العزيمه. حتى من الماكله اللي كان كيجيب لي سعد حشومه نسميوها ماكله، كان كيجيب لي غير شي حاجه قليله ديال التمر وخبز الشعير، شي حاجه اللي ما كتشبعش حتى دري صغير، لكن هذا الشيء كان ضروري ومؤكد، بحيث هادو كانوا من بين الشروط اللي ضروري الواحد خاصهم يديرها فاش يكون يحفظ في هذيك العزيمه. كنعقل في النهار 14 بالضبط كانت القمره باينه في السماء وكانت مضويه مزيان، تما فين سعد جاب لي كاع البخور اللي غادي نحتاج، لكن هاد المره ما كانتش عاديه، حيت سعد واخا كان ساحر اللي قوي لكن عمره ما طاح في يده الكشف ديال خط سناتي. وحتى النهار اللي طاح في يديه عن الطريق ديالي انايا الجن معاه منعوه باش انه يخدم به، داكشي علاش كان شادو الفضول باش يعرف القوه ديال هذا الكشف كيفاش داير. هذاك النهار بالضبط سعد كان غادي يجيب لي واحد الحاله ديال واحد السيده اللي عندها واحد السحر اللي كتقول انه قوي بزاف، واللي سعد براسو ما قدرش يفكوا عليها، ومن فوق هذا الشيء كامل ما قدرش حتى يعرف المكان ديالو فين كاين. سعد بانت ليه باللي هاد الحاله هي احسن فرصه باش يشوف بعينه القوه ديال الكشف ديال خط سناتي. المهم جات هذيك السيده وسعد جلس حدايا، جلست ديك السيده قدامي، شديت انا البخور اللي غادي نستعمل لحتو في المجمر، بديت كنقرا في العزيمه، ومع اول كلمه قلتها من العزيمه تما كلشي تبدل، بديت كنحس بواحد الثقل كبير في الجو، وحتى من راسي بديت كنحس به كيتقالب شويه بشويه، حتى الوقت اللي وصلت فيه لواحد الفتره في العزيمه وقلت الاسم ديال السيده والاسم ديال الام ديالها. تماك فين كيبان لي كلشي عليها، كان واضح وبين لي كلشي على ديك السيده، بحال الا شي لوحه ديال الطين معلقه حدا وجهها. اي سؤال كانت هي باغيه تعرفه كان الجواب ديالو مكتوب في هذيك اللوحه اللي كتبان ليه انا. كان باين لي كاع المعلومات على ديك السيده، فين هي مزيوده، شكون هو بواها، فين ساكنه، شحال في عمرها، ومن فوق هذا الشيء كامل كان باين لي السحر اللي فيها واين نوع ديال السحر وفوقاش تقاد وشكون اللي قادو ليها، وحتى من السميه ديال الساحر اللي قادو ليها شكون هو. ومن فوق هذا الشيء كامل كانت باينه لي البلاصه بالضبط فين داك السحر مدفون. الوقت اللي كنت كنعطي هاد المعلومات لديك السيده سعد كان جالس حدايا وغير حال فمه، حيت اول مره يشوف شي كشف اللي يقدر يعطي هاد المعلومات كاملين للناس. لكن الكشف ديال خض سناتي ما كانش كيدير غير هاد الشيء، انما مع الوقت اكتشفنا انا وسعد باللي الخض ديال سناتي يقدر يكشف على علوم اللي كثيره من عند الجن، ويقدر يكشف على الاراضي ديال الجن ويجيب معلومات على الجن براسهم، ويقدر الواحد يكشف بهم على اي نوع ديال الكنوز كيف ما كان النوع ديال المارد اللي كيحرسهم. وبالفعل هذاك الكشف ديال خض سناتي كان واحد الكشف اللي قوي، وهذا الشيء علاش خدا هاد السميه والشهره كامل. من مورا ما تعلمت خض سناتي سعد اقتنع باللي انا رجعت مستعد باش نتعلم اهم علم واللي هو كيملكو. وتماك فين بديت كنتعلم الدمياطي على يدو. كان صعيب التعلم ديال الدمياطي حيت كان واحد الكتاب اللي محروس بانواع قويه من السحر، واي واحد كان كيبغي يقراه فدوك الاسحار كتبدا تاثر فيه وكتاثر في الجسد ديالو، وكتبدا تسبب ليه التعب والام المفاصل والام حتى في الراس. والسبب اللي كان مخلي سعد انه قليل فاش كيجبدو وديما مخبعو في هذيك الصندوقه هو انه كان عارف باللي الا الواحد بدا كيقرا فيه وبدا كيتمعن فيه فراه هنا يقدر يتصاب بشي سحر من داك الكتاب اللي بكل بساطه غادي يخليه يعيش حياته كامله في شي مرض وشي عذاب اللي ما عندوش العلاج. المهم نهار على نهار كنت كندوز ساعه فقط وانا كنقرا في هذاك الكتاب ديال الدمياطي، وسعد بطبيعه الحال كيكون في جنبي وكيشرح ليا كاع داك العلوم اللي فيه. كان كتاب كيهضر على اراضي الجن الكبرى والاسرار ديالهم، كان فيه قصص على الناس اللي مشاو لهادوك الاراضي وما مشاوش غير بالارواح ديالهم بل مشاو بالاجساد ديالهم، اشخاص عاشوا في هادوك الاراضي وجمعوا اسرار خطيره وعظيمه. وهذاك الكتاب كان كيعلم هادوك الاسرار اللي جمعوها هادوك الناس. كان فيه فصول خطيره اللي عمر البشر سمعها، لكن كان فيها اسرار على السجن
الجن واسرار على تقييد المرضى ديال الجن. كان كيعلم طرق فك السحر السفلي والتحكم واستعباد القارين، قراءة الافكار ديال الناس وسلب العقول، جلب الاسحار واستنطاق الجن والانس والتعذيب ديالهم غير من الاسماء ديالهم، وحتى على الطريقه ديال فصل الروح عن الجسد، اي كيف كيسميوها دابا حاليا بالاسقاط النجمي. غير هو هاد الطريقه اللي كاينه في الدمياطي كانت اقوى الاف المرات من الاسقاط النجمي اللي كيعرفوه الناس، وتقدر انك تتحكم في الشخص اللي حداك وتفصل الروح ديالو على الجسد ديالو. كانوا هادو واحد العلوم اللي كتيره وكتيره بزاف اللي ما نقدرش نعاودهم لكم كاملين، واللي واخا نعاودهم لكم ما غاديش تستوعبوها وتصحبوا غير خيال، او بالاحرى هادشي اللي كيروجوا ليه ان هادشي غير خيال. لكن الا رديتوا البال في بزاف الافلام الامريكيه كيبينوا شي علوم اللي خطيره واللي كيكونوا كيصيفطوا ميساجات للناس بواحد الشكل غير مباشر، ان بصح دوك العلوم كاينه. المهم ما علينا، كنت في كل فصل في الدمياطي كنقرا على ارض معينه وعلى الجن اللي ساكنين فيها. كان كتاب جامع كل شيء على التاريخ ديال الجن، القبائل ديالهم، العلوم اللي عندهم، اسرار والاسحار اللي كيستعملوها، امور اللي الواحد ما يقدرش يستوعبها بكل سهوله. دوزت اكثر من عام وانا مركز غير على الدمياطي، ما مركز على حتى شي حاجه اخرى. حتى من ساعه كان هاد المده كامله ما كيفارقنيش، حتى رجعنا كندوزو انا وياه ايام اللي طويله ما كنخرجوش فيها من الدار نهائيا وما كنشوفوش الدنيا برا كيفاش داير، حتى النهار اللي تعلمت كاع العلوم اللي كانوا في الدمياطي. وتماك فين شاف في سعد وقال لي دابا واخيرا نقدر نسمي عليك ساحر ديال بصح. الوقت اللي قال لي ديك الجمله ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي. واش نفرح بحيث واخيرا ديك التماره كامله اللي ضربتها جابت واحد النتيجه وتعلمت هاد الاسرار كاملين اللي عمر الواحد كان يحلم يعرفهم، او لا نبكي بحيث الثمن اللي دفعته مقابل هادشي كان غالي بزاف. خسرت بنتي ومراتي والدين ديالي مقابل هادشي كامل. سعد ما لقاش في وجهه دوك التعابير ديال الفرحه اللي كان كيتسنى انه يشوفهم فيا، يعني منتظر مني انني غادي نفرح. وهنا في الناض مشى لهذيك الصندوقه ديالو العجيبه وجبد منها واحد الجلده وجا لعندي قال لي هاك هذه غادي نخدموا عليها بجوج، وهكا ما غاديش تعاود تخمم في الصرف ولا في اللعاقه ولا تخاف على بنتك. انا شفت فيه قلت ليه شنو هي هادي؟ سعد ابتسم وقال لي غير حل وانت غادي تعرف. الوقيته اللي حليتها تماك فين كنت تصدم، كنلقاها الوثيقه او التقييده ديال واحد الدفينه اللي كانت عامره بالذهب والفضه. انا شفت في سعد وانا فرحان قلت ليه جات في وقتها، في واحد الوقت اللي انا محتاجها. سعد بدا كيضحك وقال لي اصلا حتى شي واحد ما يقدر يجبد هاد الدفينه من غيرك انت. انا استغربت قلت ليه علاش؟ قال لي حيت هاد الدفينه واحد الدفينه اللي ملكيه وراه مغاره، والباب ديال هاد المغاره ما معروفش فين كاين، وحتى من الوثيقه ما كتعطيش بالضبط فين كاين الباب ديال المغاره. حاولت مده طويله باش نكشف عليها واستعملت كاع انواع الكشف اللي كنعرف، لكن والو، حتى الكشف ما خدمش. وحتى من الخدام ديال الجن اللي كنرسلهم باش يكشفوا على البلاصه الاغلبيه ديالهم كيموتوا ولا كيرجعوا فيهم شي ضربات اللي خطيرين، وهذا الشيء كامل بسبب الحارس ديال الكنز. حيت هذاك المارد او هذاك الحارس ديال الكنز كان واحد من المرضى اللي قويين بزاف واللي ماشي بالسهل باش تواجه معاه. انا ديك اللقطه بقيت شاد هذيك الوثيقه وساهي كنفكر فيها. وهنا فين سعد قال لي هاد الوثيقه شمس الدين ماشي وثيقه اللي عاديه، بل هذه وثيقه كانت في الكنز اللي جبدته انا وعبد الرحيم. يعني كانت هاد الوثيقه مع الدفينه ديال جدودك، وراه احتمال كبير ان هاد الدفينه هي اللي غادي يكون فيها الدمياطي السابع اللي هضروا عليه الخدام ديالك عليه. اول وقت اللي سمعت الدمياطي السابع تما شدني الفضول على هاد الدفينه اكثر واكثر من داك الذهب اللي فيها. شفت في سعد وقلت ليه صافي غير ارتاح، هاد الدفينه هادي غادي تجبد، كون هاني. وهنا بقى كيضحك وقال لي ما عندي ما يتسالك. فعلا رجعتي واحد الساحر اللي حقيقي. فهاديك الليله شديت هذيك الوثيقه وبديت كندير العزيمه ديال خط سناتي، وهذا الشيء باش نكشف على هذيك الدفينه. شديت واحد البانيو كحل وعمرته بالماء وجديته بقيت كنعزم عليه بالعزيمه ديال خط زناتي. وتماك فين بدا كيبان لي في الانعكاس ديال الماء كل شيء، بانت لي الارض وبان لي المدخل ديال المغاره اللي فيها الدفينه، وكان بان لي حتى داك الحارس ديال داك الكنز. ما كانش واحد الحارس اللي ضعيف، بل كان حارس اللي قوي بزاف. وطيله هاد المده اللي انا مع سعد كان هاد الجني هاد الحارس من بين اقوى الجن اللي عرفت. والمشكل من فوق هاد الشيء كامل انه الحارس كان رافض تماما باش انه يتخلى على هذيك الدفينه واخا يوقع اللي وقع. وهذه كانت في الحقيقه هي اكبر مشكله كاينه، حيت الا كان هذاك الحارس رافض انه يتخلى على الدفينه، هنا غادي خصنا اننا نواجهوه ونحاول نتخلصوا منه باي طريقه. غير هو باش تواجه جني اللي بحال هذا وتفوز عليه كان خاص شي مواد وشي بخور اللي نادرين بزاف. المهم عيطت لسعد وشرحت ليه كل شيء شنو كاين. سعد بقى كيسمع ليا وحسيت بيه بحال الا ما اهتمش بزاف للامر ديال الحارس. لكن سعد حدو سولني على حاجه واحده، قال لي واش
الدمياطي السابع كاين تماك. انا بقيت كنشوف فيه، قلت لي راه كاين مع الدفينه. قال لي اذا صافي ما تخافش، حيت الخدام اللي عندك حتى هما غاديين يديروا اللي في جهدهم باش تاخذ هذاك الجزء من الكتاب، اي الدمياطي السابع. شفت في سعد قلت ليه راه واخا يكونوا الخدام معايا راه مازال غادي نحتاجوا لبزاف ديال المواد، وفين غادي نلقاوهم؟ سعد قال لي بحالاش هاد المواد؟ قلت لي اول حاجه راه خصنا الدم ديال الزهري، منين غادي نجيبوه؟ تماك فين ابتسم وقال لي غير ارتاح راه موجود. شفت فيه وانا مستغرب، قلت ليه موجود منين جبتيه؟ منين غادي تجيبو؟ سعد جاوبني قال لي ما تخافش بلا ما تبرز راسك، راني واخا سحار ما كناديش البشر، وخصوصا الدراري الصغار ما كناديهمش وما كنقربش ليهم. لكن خاصك تعرف شمس الدين كاين من الناس وخصوصا الوالدين اللي غلبهم الطمع ورجعوا كيبيعوا في الدم ديال ولادهم الزهريين مقابل الفلوس. وسعد كان عارف بزاف ديال العائلات اللي ولادهم زهريين واللي في التخبيه للاسف كانوا كيبيعوا الدم ديال ولادهم بواحد المبالغ اللي غالي. سعد شرح لي باللي في الاغلب ما غاديش يضر هذاك الزهري الوليد صغير وفي واحد السن اللي صغير، يعني ما غادي يطرى ليه والو، لكن مع الوقت غادي يتعرض لواحد الاذيه كبيره النهار اللي غادي يكبر. والاذيه ما غاديش يتعرض ليها غير هو بوحدو، لا، انما غادي يتعرض ليها هو وحتى عائلته كامله. مسكين هو ما ذنب والو، لكن بجوجهم غادي يتعرضوا لواحد الاذيه اللي كبيره. وهاد الاذيه غادي تكون عباره على تسليطات وعكوسات اللي عمر الواحد شاف بحالهم. وداك الدم اللي كان بركه ودخل بالفلوس على والديه غادي يرجع لعنه على كاع العائله. الصراحه ما نكذبش عليكم كانت هذه اول مره نسمع شي حاجه بحال هكا، وكنت صدمت بزاف حيت عرفت باللي كاين اللي مستعد يبيع، تخيلوا معايا، يبيع الدم ديال ولده مقابل الدنيا. لكن انا ديك الساعه كنت ساحر وما كانش هامني شنو غادي يوقع للناس الاخرين، المهم هو انا نوصل لداكشي اللي بغيت. المهم دوزنا ايام وحنا كنجهزوا باش نجبدوا هذيك الدفينه. هذيك المغاره كشفنا عليها عشرات ديال المرات حيت كانوا فيها بزاف ديال الفخاخ، وحضرنا جن ودرنا عهود مع جن اللي غادي يحمينا وحنا كنحفروا. ومن فوق هادشي جبنا شي مواد اللي نادرين بزاف، ومنهم الدم ديال الزهري اللي قلت لكم. واخا هادشي كامل سعد كان كيبان عليه انه ما مرتاحش. وقبل ما نمشيو قلت ليه ياك لاباس سعد؟ كتبان لي ماشي هو هذاك. سعد شاف فيه وقال لي يا شمس الدين الزناتيين كانوا واحدين من اقوى الصحراء شحال هادي، واللي كان عندهم العلوم ديال الدمياطي كامل. وهادشي اللي ما مخلينيش نرتاح، خصوصا وانني عارف باللي الحارس اللي غادي يكونوا كلفوه باش يحرس هاد المغاره غادي يكون اقوى حارس ديال الجن طاح في يديهم. بالفعل ملي سمعت الهضره ديال سعد وتاملت في الكلام ديالو عرفت انه عنده الحق، زائد انه من حقه يكون مشطون. حيت انا واخا ما بغيتش نبين، لكن الخدام ديالي اللي هما الجن الناري واحدين من اقوى الجن حذروني تا هما من هذا الحارس وامروني باش نتعامل معاه بواحد الحذر، حيت هما عارفين باللي الزناتين اختاروه يحرس الدمياطي السابع بسبب القوه ديالو اللي عنده. المهم شدينا الطريق للبلاصه ديال الدفينه، والناس اللي كيحفروا وريتهم فين كاين المدخل باش يبداو يحيدوا عليه التراب. بقينا انا وسعد جالسين مقابلين معاهم وساكتين، كل واحد فينا كان جالس وكيفكر وعارف باللي داكشي اللي جاي ماشي سهل نهائيا. هذوك الحفار خداو واحد المده طويله باش وصلوا للمدخل ديال المغاره، وتما فين نط انا وتبعني سعد. طلبت من الحفاره باش يمشيو يرجعوا للطوموبيلات وما يجيوش عندنا نهائيا واخا يوقع اللي وقع. واصلا هذوك الحفاره كانوا مولفين الخدمه مع سعد وكانوا عارفين السربيس، داكشي لاش ما تناقشوش، شدوا راسهم ومشاو نيشان الطوموبيلات وجلسوا. تماك فين بدينا انا وسعد الخدمه ديالنا اللي كتسناها. داك النهار كنا جايبين واحد الذبيحه اللي مميزه واللي كان جدي كحل او عدروس كحل، دوزنا عليه وقطرنا الدم ديالو في الباب ديال المدخل، ولحنا الجسد ديالو بعيد على المغاره. بالدم ديالو بدينا كنرسمو في المدخل ديال المغاره الطلاسم اللي خديناها من الوثيقه واللي بها غادي نحضروا المارد ديال الكنز، اي الحارس ديال الكنز. من موراها حطينا القرعه اللي فيها الدم ديال الزهري حدانا، وشعلنا اللبان الخارق في المجمر وقطرنا عليه الزئبق الاحمر. وتماك فين بدينا كنقراو في التعويذه اللي بها غادي نحضروا المارد. بدينا كنقراو في العزيمه، ومع بدينا حسينا بواحد السكات رجع داير بينا اللي غريب. وحتى من دوك الطوموبيلات اللي كانوا حدانا مديمارين ما بقيناش كنسمعوا الصوت ديالهم، بحال الا في ديك اللقطه تفصلنا على العالم. انا تماك تاكدت باللي الحارس بدا كيحضر. تم في واحد اللقطه كيبان لي الباب ديال المغاره بدا بشويه كيتزعزع، حتى بان في الجنب ديالو واحد الفتحه اللي كانت غير صغيره، وتم فين خرجات واحد العقرب اللي كانت كحله. كانت واحد العقرب اول مره نشوف شي وحده في الحجم ديالها ولا في الشكل ديالها. ديك العقرب كانت كبيره بزاف وكحله وغليظه، وتمن الديل ديالها كان كبير والسم كيقطر منه. الوقيته اللي شفنا هذيك العقرب عرفناها باللي هذاك غادي يكون
هو الحارس ديال الكنز. بطبيعه الحال ما خرجش لينا بالصفه ديالو الحقيقيه، خرج لينا بالصفه ديال العقرب، وهذاك هو المارد اللي خلاوه الزناتيين حاضي ليهم الدفينه، واللي هو الحارس ديال الدمياطي السابع. الوقيته اللي شفناه انا وسعد درنا يدينا بجيبنا وجبدنا واحد الاحجار اللي طويله وراسها مدبدب، وكان الراس ديالها ماضي. هاد الاحجار اللي كيتسموا في العالم ديال السحر بعرش السواحل، واللي هما احجار اللي نادرين بزاف واللي عندهم واحد القدرات سحريه اللي كتفوق الخيال، ومنهم انها عندها السر ديال فتح الاقفال السحريه مهما كانت القوه ديالها. شدينا هذوك الاحجار وغمسناها في الدم ديال الزهري ووجهناها في اتجاه ديال داك المارد. في الاول كان داك المارد ملي خرج كان جاي عندنا بالزربه، لكن الوقت اللي شفناه وجبدنا ديك الاحجار وشيرنا جهته بقى واقف حدا الباب ديال المغاره، وشويه بشويه رجع الحجم ديالو كيكبر وكيزيد يكبر. تخيلوا معايا وصل لواحد الحجم اللي عمر شي عقرب في الطبيعه تقدر توصل ليه. تقريبا كان هذاك الحجم ديالو بحال الحجم ديال شي قط صغير، يعني تخيلوا معايا عقرب قد مش راه واحد الحجم اللي ما كاينش في الطبيعه نهائيا. وهنا كانت باينه لينا القوه ديال المارد كيفاش دايره، حيت غير الجن الاقوياء اللي قدروا يتشكلوا في هذه الاشكال ديال الحيوانات ويلعبوا بها ويخليوها خارقه لقوانين الطبيعه. انا شفت هذا الشيء كيوقع حدايا، خليت سعد كيقرا في العزيمه ديال الحمايه، وبديت كنقرا انا في العزيمه ديال الجن الناري باش نحرق هذاك المارد. الوقت اللي حس براسو تحاصر هنا كيوقع داك الشيء اللي عمره كان في الحسبان. من نفس هذيك الشقه اللي خرج منها المارد بداو كيخرجوا بزاف د العقارب وحدين اخرين، وكل واحد كان في شكل، ها الصغير ها الكبير، ها اللي اللون ديالو احمر، ها اللي صفر، ها اللي كحل. وتما فين عرفت باللي القضيه حامضه ديال بصح نيت، حيت هذاك المارد كان هو القائد ديال شي قبيله ديال الجن، وهذوك اللي خرجوا كانوا هما الخدام ديالو. سعد مع شاف هذوك العقارب خارجين غادي يشد واحد الماء حطه في فمه وبالزربه خواه في الدم ديال الزهري، ومن موراها شد هذاك الدم ديال الزهري ورشو على الحارس. اللحظه اللي طرش هذاك الحارس بالدم ديال الزهري كاع هذوك العقارب اللي خرجوا كلهم تجمعوا عليه وبداو كيشربوا منه وكيعضوا فيه، وكلهم نساو باللي هذاك هو الحاكم ديالهم، ورجع كيبان لهم غير داك الدم ديال الزهري اللي فيه. لكن المفاجاه ان هذاك الدم كان فيه داك الماء اللي زادوا سعد واللي به باش غادي يحرق كاع هذوك الجن كاملين. هذاك الحارس كانوا مجموعين عليه كاع العقارب وهو تالف. تماك فين انا وسعد بالزربه شدينا هذاك عرش السواحل وبالزربه مشينا خشينا في الظهر ديال داك المارد. والوقيته اللي ضربناه تماك فين كتسمع واحد الغوته اللي مجهده، كان واحد الصوت اللي غليظ بزاف وكيخلع وكيخلي القلب يرجف. وحده عينينا تما في كيبان لينا الحارس كيتحرق حدانا، وكيتحرقوا معاه كاع هذوك الجن اللي كانوا لاصقين فيه كيشربوا من الدم المسموم ديال الزهري. واخر كلمه سمعناها هي اللعنه غادي تبقى تابعاكم وعمركم غادي تقدروا تهربوا منها. في لحظه كان المارد هو والجن اللي معاه كيتحرقوا حدانا، وفي لحظه اخرى كل شيء اختفى، وكل شيء اختفى الاثر ديالو كل شيء. تخيلوا معايا ما بقى لا دم ديال الزهري، ما بقى لا عقرب، ما بقى لا حتى حاجه. داك عرش السواحل كل شيء اختفى من تماك بحال الا عمر شي حاجه ما دارت في الباب ديال ديك الدفينه. بقيت انا وسعد واقفين وما متيقينش باللي فعلا قدرنا نتغلبوا على الحارس. سعد طلب مني باش بالزربه نمشي نعيط للحفاره باش يجيو يفتحوا المغاره ونجبدوا الكنز ديالنا ونمشيو. انا كنت فرحان وما قاداني فرحه، مشيت كنجرب بالزربه عيط للحفاره. كنا جايين وفرحانين صافي راه حيدنا داك الحارس تنينا منه غادي نجبدوا الدفينه غنجبدوا الكنز. لكن تماك فين كانت الصدمه اللي عمرني ننساها. تماك كنلقى سعد مليوح في الارض وكيتخبط والكشاكش والرغوه خارجه ليه من فمه. انا الوقت اللي شفتو ما فهمت والو. هو يا ربي شنو هاد الشيء؟ مشيت لعنده وبديت كنحبس ليه الراس ديالو باش ما يبقاش يتخبط مع الارض، والحفاره اللي معايا كلهم تخلعوا. تماك في ديك اللحظه كتبان لي واحد العقرب اللي بيضه وكانت صغيره، كانت خارجه من الجهه ديال الرجل ديال سعد. وتماك فين عرفت باللي هذا انتقام ديال الجن اللي كان مع الحارس. اللحظه اللي شفتها شدني واحد الغضب وتعصبت بزاف، وبهذوك الاعصاب اللي فيه شديت واحد الحجره وضربتها، وبديت كنقرا في العزيمه ديال الحرق بكل جهدي. لواحد شويه بديت كنشم في الريحه ديال الكبريت طالعه من تحت الحجره، وتماك فين شديت سعد ووصيت الحفاره باش يبقاو يحفروا ويجبدوا الدفينه. بطبيعه الحال هددتهم وقلت لهم عندك يسحب لكم غادي تهربوا مني ولا تشفروا الدفينه وتمشيو، راه واخا تكونوا من تحت الارض غنجبدكم. وما كانش التهديد ديالي خاوي، بل فعلا بسبب خض سناتي اللي ولا عندي واخا يكونوا تحت الارض كنت نقدر نجبدهم. زائد ان سعد كاع دوك الناس اللي كانوا خدامين معاه في الحفير كان واخد عليهم العهد بالدم، وواخد الاسماء ديالهم والاسماء ديال الامهات ديالهم باش هكا عمرهم يغدروه. المهم حذرتهم وقلت لهم كملوا الحفير ديال الدفينه، انا غادي نرجع. شديت انا سعد حطيته في الطوموبيل ومشيت كنجري به نيشان للسبيطار. كنت غادي به في الطوموبيل وكنشوف فيه كيتخنق حدايا وانا غادي كنسوق الطريق وغادي بالجهد. ديك اللحظه رجعت كنشوف سعد بحال شي واحد من العائله ديالي، وبحال شي واحد هو الوحيد اللي بقى ليا. وصراحه بيني وبينكم ما كنتش مستعد انني نخسرو حتى هو. ديته للسبيطار ودخلوه الاطباء وبقاو مده معاه بالدوايات والسيرومات وبالسيف باش كالماو غير شويه. تماك فين خرج عندي الطبيب وبقى كيشوف فيه قال لي
لي اش غادي نقول لك، خليك مستعد لاي اخبار. وهنا فين الطبيب كان كيقصد خليك مستعد انه يموت وتفارقه. كانت هذيك الجمله هي اكبر صدمه، وما قديتش نتقبل ان سعد يقدر يموت وهكا اخر واحد كنهتم ليه وبقى لي من الناس اللي قرابين غادي يتوفى. دخلت عند سعد الغرفه ديالو فين حاطين، وبقيت واقف حداه وكنشوف فيه. كانت الحاله ديالو واحد الحاله اللي اش غادي نقول لكم، رجع صفر والنفس بالسيف باش كيطلعها، وكانت باينه باللي هذه هي الاخر عليه. كنت كنشوف فيه وانا ساكت من برا ومن الداخل، كنت غير مصدوم وكنشوف بعيني. حتى لواحد اللقطه فين كنحس بشي واحد دخل الغرفه فين حنا كاينين، تماك فين كتبان لي واحد المراه اللي ملتمه وكان راجل معاها، كانوا بجوجهم لابسين الابيض وداخلين، وكان بيهم بجوجهم نفس المراه ونفس الراجل بجوج بيهم اللي دخلوا عندي المحل وامروني باش نتعلم على اليد ديال سعد. كانوا هذوك هما وحدين من الخدام ديالي، كان هذاك هو اسحاق ومع هذيك الجنيه اللي اليومنا هذا عمرني عرفتها شكون ولا عمر اسحاق قال لي هي شكون. زائد عمرو ما جبد لي الحس ديالها ولا عطاني شي عزيمه عليها. ديك المره مشات وقفات حدا سعد وبقات كتشوف فيه وقالت مسكين ما كانش يستاهل هذا الشيء اللي وقع ليه. انا ديك اللحظه شفت في اسحاق وقلت له شنو اللي جابك لهنا وانا ما حضرتكش. بقى كيشوف في اسحاق وقال لي خاصك تعرف باللي داك المارد راه من واحد القبيله ديال المرضى السود واللي كيتشبهوا بالعقارب، والسم ديالهم هو واحد السم اللي البشر ما عندهمش الترياق ديالو، والا خلينا سعد هكا فراه غادي يموت 100%. لكن انا جبت لك الترياق ديال هاد السم اللي غادي ينجيه من هاد الشيء كامل. شفت في اسحاق تفاجأت وفي نفس الوقت فرحت حيت اخيرا سعد غادي يتشافى. قلت ليه فين هو العلاج، فين هو الترياق، عطيه لي راه ليا. اسحاق قال لي العلاج كاين لكن كل حاجه عندها ثمن. شفت في اسحاق قلت ليه اي حاجه بغيتيها مرحبا، المهم سعد يبرا. شنو هو الثمن اللي بغيتي قول لي. اسحاق قال لي الثمن هو انك تتزوج بالاميره ديال الجن الابيض لاله ميمونه بنت شمهاروج. الوقت اللي سمعت هاد السميه اللحم ديالي تبورش عليه، حيت من غير انه كيهضر على الزواج من جنيه، لكن اسحاق كان باغي نتزوج بوحده من اميرات الجن، ماشي اي اميره بل جنيه ملكيه من سلاله الجن الابيض، الجن الحاكم على الاراضي السبعه، بنت قاضي قضاة الجن، بنت شمهاروج لاله ميمونه. بقيت ساكت واحد المده وبقيت كنشوف اسحاق. قلت ليه وشنو المقابل من هذا الزواج هذا، وعلاش بالضبط باغيني انا نتزوج بها. انا هذيك المره اللي كانت تماك مدات يديها لجهه سعد وبدات كتقول لي عندك بزاف د الاسئله وهذا ماشي وقت الاجوبه، يا اما غادي توافق وصاحبك غادي يعيش، او يا اما غادي ترفض وصاحبك غادي يموت. الامر بهذه البساطه. شفت في اسحاق وانا اصلا ما عندي حتى شي اختيار. قلت ليه صافي انا موافق، اعطيه الترياق. تماك فين ديك المره ابتسمات واسحاق حضر راسو. ديك المره جبدات واحد الموس اللي كان صغير من تحت كمامها وجرحات صبعها غير واحد شويه، واحد الجرح اللي صغير، قطرات نقطه صغيره من الدم ديالها في الفم ديال سعد. تماك وحده عيني كيبان لي سعد بحال الا رجعت فيه الروح ورجع كيتنفس عادي. تماك عاد عرفت باللي هاد الجنيه اللي حدايا ما كانتش جنيه اللي عاديه، كنت عارف هادشي من الاول. بقيت كنشوف فيها وانا مخلوع من ناحيه ما عارفش شنو هي اصلا. قلت لها شكون انتي. تماك فين ديك المراه حيدات هذاك التام من على وجهها، وتماك في كيبان لي اسحاق نزل على ركبته وركع. كانت هذيك الجنيه آية في الجمال، عمرني شفت شي مرة في الجمال ديالها. وحتى من الجنيات اللي شفتهم في الفترة اللي كنت فيها ساحر انا وسعد عمرني شفت شي جنية بحالها. بقيت حال فمي فيها وكنشوف فيها. تماك فين قالت لي انا هي مراتك، انا هي اميرة الجن الابيض ميمونة بنت شمهاروش. دازت الايام والايام وسعد رجع لحالته الطبيعيه، ومن مورا ما عرف داكشي اللي درت على ودو باش يرجع لصحته عاد ما زاد قرب مني كتر وكتر، ولا كيحسبني بحال شي واحد من عائلته، خصوصا اننا انا وياه رجعنا مقطوعين من شجر. واخا جبدنا الدمياطي السابع من هذيك الدفينه، لكن على العكس ديال سعد انا الوحيد اللي كنت قادر انني نقراه، وانا الوحيد اللي كنت قادر انني نخدم بالعلوم ديالو. لكن باش نوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه اليوم دازت عليا ايام اللي صعيبه وايام كحله، ايام اللي نتمنى انني نكون عمرني ما دخلت ليها ولا شفتها، ايام اللي خسرت فيها بنتي اللي عمرني سمعت من عندها كلمه بابا، ودابا خسرت حتى حياتي حيت رجعت في اليد ديال الخدام ديالي وفي العالم ديالهم، وعمرني نقدر نفلت بين يديهم. اما بالنسبه لحياتي مع ميمونه وداكشي اللي عشتو معاها والحروب اللي دخلت مع الجن في العالم ديالها بسبب الزواج ديالي منها، فهذه واحد القصه اخرى اللي نخليوها شي نهار اخر. اما الخلاصه عمرك تخيل باللي غادي تجمع اندر العلوم على عالم الجن وتقرا اندر
كتاب اللي هو الدمياطي السابع، وتخيل انك تقدر تعيش حياتك هاني، حيت هذه واحد الحاجه اللي مستحيله، بحيث الجن والمماليك ديالهم غادي يديروا اللي في جهدهم باش يحصلوا عليك ويخليوك من تحت يديهم. حيت خاصك تعرف ان النهار اللي كتفتح فيه الباب ما عمره ما غادي يتسد. كانت الخوت هذه هي القصه ديالنا، واللي كنتمنى انها تكون عجباتكم واستمتعتوا بها، وفي نفس الوقت استفدتوا من بزاف د الحوايج فيها. اما الا بقيتي معايا حتى لهنا كنشكرك شكر خاص وتحيه ليك خاصه، حيت خاصك تعرف انك انت من المتابعين الحقيقيين الاوفياء. شكرا ليك من القلب. وباش نعرفك متابع حقيقي خلي معاك العلامه ديال هذا القلب هذا، خليها لتحت في تعليق وكتب شي حاجه اللي زوينه، وما تنساش دير لايك وتبارطاجي هذه القصه مع صحابك باش حتى هم يستمتعوا. ونتلاقاو ان شاء الله في القصه الجايه. كان معكم خوكم امين نقيطي. تهلاو.